قال لك ايه بقى؟ ايه بقى؟ قال لك ان كل واحد على ارضه اسد. امم يعني كل واحد في شغلانته، ودي حاجه بتعمل خناقات كتير بين المبدعين. اوكي. كل واحد في شغلانته حاسس ان هو صح. يعني لا، هي الاهم. امم نيجي نعمل فيلم سينما، فتلاقي بتاع التصوير شايف ان لا الكادر، اوكي. الاخراج شايف ان لا الرؤيه والمش عارف ايه. امم الاضاءه يا جماعه، النور هو الحكايه اصلا، هو من غير نور معبر عن اللي انتوا عايزين تقولوه. هو في فيلم بتاع المزيكا يقول لك موسيقى تصويريه، لو ما فيش موسيقى تصويريه في الفيلم ده ولا كان هو عمل متكامل. بس بتلاقي في الاخر ان كل واحد حاسس ان اللعبه بتاعته هي اهم لعبه. ودي مشكله بتسبب خناقات في شغلانتنا دي جدا. مم. يعني مثلا في البودكاست، امم مين اهم عنصر؟ احنا يعني، ده فاهم؟ كده لا ضوء ولا تصوير ولا بتاع يعني، ولا مونتاج ولا اي حاجه. ولا كاني ولا امين ولا ندى لا ولا لا لا زياد لا ولا سانشاين ولا كل دول. يا جدع sometimes. ده بيولد مشاكل. الراجل اللي معانا النهارده عامل لنا مشاكل في الحكايه دي. وعصبي جدا. اه انت بتحب الموسيقى التصويريه؟ طبعا. ليه بتحب موسيقى جبل الحلال؟ عمري ما سالتك الموضوع يا ده. لهوي، احنا كل ما نقعد قاعده رايقه تنكد عليا وتشغل لي جبل الحلال وانا ما بحبهاش. لا ده حلو قوي. ليه؟ ده حلو قوي. اقول لك على حاجه، هي كمان مش عشان بس المزيكا حلوه، مم. ومش علشان معبره ومكتوبه حلو يعني وملعوبه حلو، علشان كمان وانا بتفرج على المشاهد بتاعت جبل حلال مم. اللي عليها المزيكا دي، تخيلت حاجات. مم. فهي مربوطه عندي بصوره ذهنيه، ومربوطه عندي بمشاعر تخيلت حاجات معينه. غير اللي في المسلسل. بستحضر الشعور اللي جالي مم. وانا بسمعها لاول مره. اوكي. فده شيء عظيم جدا جدا بالنسبه لي ومريح نفسيا، رغم ان هي ممكن تكون نكديه من وجهه نظرك مثلا، صحيح. بس هي فيها شيء يدعو للتامل. مم. وانا بستدعيها امتى برضه وانا مم. محتاج اركز. مم. عكس مثلا انا بحب الموسيقى التصويريه جدا 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 بتاعت فيلم ابراهيم الابيض. طبعا هشام نزيه، اي حاجه عملها هشام نزيه حلو انت فاهم اقصد ايه؟ حتى لو كتب كتاب حتى يعني. لو قال السلام عليكم ده حقيقي. ما جلتش منه. بس دي بقى لا، دي بقى لو بفكر في خطه. بس السلم والتعبان، اه يعني البيك، السلم والتعبان، بعد كده احط بقى تحتيه اي حاجه تاني بالنسبه لي. هو واحد صحيح على فكره، وواحد صحيح، بس يعني مش كتير قوي اللي هتلاقيهم حافظين تيمه من واحد صحيح. لا واحد صحيح. وتيتو والارهاب برضه. والكباب طبعا. هتلاقي المزيكا على طول وايه بترن نادي في ودنك. تاني؟ بتحب ايه الموسيقى التصويريه؟ ممكن نسال، انا اتفرجت على زيزانيا. اتفرجت على زيزانيا. طب كويس. ماشي. اتفرجت على اوبرا عايده، قلت لها قالت لي طيب الله. طب ناقشيني يعني بقى ايه؟ ناقشيني. لا، في موسيقى تصويريه وموسيقى تترات على فكره، مش بس موسيقى تصويريه. اغاني تترات ولا في موسيقى تترات. اوكي. في مثلا اللي هو كان الاستاذ ممدوح عبد العليم. انا العزايزه كان اسمه ايه؟ ضوء شارد. دي موسيقى لن تنتهي. لو عملت لك مثلا لن تنتهي. تعال العبك لو عملت لك تن 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 المال والبنون، صح؟ تن 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 انا اكملها معاك اصلا. برافو عليك والله العظيم. صح شاطر. صح. طب يلا اعمل واحده كمان. بحاول افتكر حاجه تاني. ايه ضوء الشارد دي بتقتلني والله العظيم. الايه؟ ضوء الشارد. انا ميال ناحيه الصعيد يعني. انا ماشي. في حاجه في مزيكا كده، بس بتاعي سهل. يعني هدندن يلا مش حافظ المزيكا. ماشي. الحكايه هي دي ما بتنتهيش، صح؟ تيتو. طبعا. قلت لك معاك للصبح. لا ما هو الراجل قال لك الحكايه ما تنتهيش. قطع عليه. عسل والله. يلا نندهه. يلا بس ده هيكلمنا في المزيكا. ده هيعرف، ده هيمتحننا. خد بالك اسمه غريب شويه. اسمه ايه؟ انا دلوقتي هضحك عشان هو مش موجود يعني، بس هو اسمه عز شهوان. شهوان ولا شهوان؟
مش عارف تصدق. شهوان بيقولوا. شهوان. عز شهوان. عز شهوان. عز شهوان جوز جيلان على بعضها ولا؟ عز شهوان جوز جيلان. انا اقول لها جيلان النهارده عشان تتضايق. لو قلت لها جيلان في يوم من الايام هقول لها والله بجد. براحتك، انا محضرها لها. براحتك ماشي. دخلوا لنا عز. خش يمكن تجيب. حاول اللحن كمان. ايه الصوت ده؟ وصل بقى يا سيدي خلاص الحمد لله. قعدنا نتكلم عنه وصل. موفر جدا والله في كل حاجه. تشرب قهوه ازاي؟ قال لك حط بن وعليه ميه سخنه بس من غير سكر. ايه ده ليه يعني؟ التوقيت ده حدث مهم بالنسبه لنا، في السكر فاحنا امان. انت تمام. لا وبعدين ما بياكلش حاجات يعني، موقف كل اكل ولا حاجه، مكسرات بس. كل الحاجات الغاليه بس. انت بتوفر ولا بتخس؟ لا يعني كان الموضوع اي حد مكاني كان يمشي ببسكوت لوكس والدنيا عسل يعني، انما لا لازم مكسرات وفي كاجو وبتاع. بس واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض كان عندنا سؤال مهم جدا. انت ازاي عشت فتره المدرسه وانت عز شهوان؟ انت اكيد حصل تنمر عليك لما قلت يا بس وتريقه. بص في ابتدائي ما كانش في حد فاهم حاجه اصلا يعني، لا شهوان ولا غيره اصلا، ما حدش يعرف اسمك اساسا. ويعني والعيال عارفه بعض بالعافيه، وكانت الدنيا خربانه يعني. لسه كنت بتفرج على صوره ليا في ابتدائي، مش معقول يعني، حاجه مؤسفه يعني. انت هتبعتها لنا عشان مع الكلام ده نحطها؟ هبعتها لك معايا. وعد. انت كنت في مدرسه ايه؟ سان جورج. ولاد ناس برضه. لا هي اسم بس دي كانت فين؟ هي اسمها انجليزي بس. انما كانت اول واحده ابتدائي كانت في مدينه نصر، وبعد كده مدينه نصر دي بالنسبه لنا خروجه. فاهم؟ انتوا بتروحوا تتعلموا فيها احنا بنخرج هنا. انا دلوقتي هبتدي ابني عنك صوره مختلفه خلي بالك. وبعد كده الاثنين التانيين اللي هي اعدادي وثانوي في محيط مصر الجديد الاثنين يعني. اوكي. مكان ما انا بقى عايش بقى كنت يعني مصر الجديد. في اعدادي بقى اعدادي كنت ابتديت ابقى شرس شويه يعني، ابتديت ابقى متشرد. ففي مجموعه من الناس اقدر اضربهم، فدول بضربهم عادي. فطبعا ده مش هجيب سيره شهوان ولا حاجه صحيح. وفي بقى الجماعه اللي انا ما اقدرش اضربهم دول، فما بقرب لهمش اصلا بقى، فما فيش بينا مجال. فهو بيشوفك بتضرب عيال فيقول لك ده ايه مشكله برضه يعني. انا هو عارف انه يقدر يحطمني يعني، بس مش خلاص بقى مش عايزين قرف يعني. فما كانش عندي مشاكل مع اسمي غير بعدين بقى. ايوه يعني بعدين بقى لما ابتديت اشتغل، ففي ناس تكلمني تقول لي ايه شمعدان مثلا في التليفون، عز في التليفون بقت هيثم. ليه؟ ايه ده ليه كده؟ والله الناس عندها مشاكل في عز بقت هيثم. عندها مشاكل في دماغها. لا ما هو احنا بنبقى بنتكلم في التليفون. اوكي. انت المفروض بتكلمني عشان انت عارف انت بتكلم، فيقول لي هيثم مثلا. انا ما اعرفش حد قال له عز فاسمها هيثم. بس شمعدان دي اللي كانت غريبه قوي. شهواني طبعا اللي هي الصفه بقى، دي صفه. اللي هي الصفه دي كتير جدا. اوكي كتير جدا. وبعدين في ناس تقولها لي وتبص لي بصه قذره كده اللي هو اشوف انا رد فعلي ايه. وفي بيقولها لي ويكمل كلام عادي على اساس ان الموضوع، فانا مش عادي يعني. انا بوقفهم كلهم اقول له يا معلم شهوان يعني، بس شهواني لا يعني انا مش شهواني ولا شهوات. ما حدش راح في الحته دي. لا ما حدش راح في الشهوات دي عايزه خيال يعني. مش كده. احنا بناخد اي حاجه ونلط عليها حرف في الاخر ونخلص يعني. فشهواني دي كتير. فبوقف بقى الناس هنا اقول له يا حبيبي شهوان وبتاع. في اللي انا يعني ممكن استنضف اكمل معاك كلام افهمه، وفي لا مش مهم انا شهوان. طب يعني ايه شهوان؟ شهوان بص، وان ده مكان. اوكي. كان مكان بين العراق وايران والحته دي. فاحنا جايين من شاه وان زي شاه ايران. اوكي. بس فهوان دي كانت مكان يعني. ده اللي انا اعرفه عن الموضوع يعني. انت تصدق في حته مشتركه بس طبعا ده هناك. احنا عندنا هنا في مصر هنا مكان اسمه سنديون، اسمه سند يون. سند يعني معبد. انت سامع سنديون؟ لا انا لسه هضيف بعدين يعني كمل. سند يعني معبد، ويون ده كان اسم الاله.
وفي كده في مصر دي في سندبيس وفي سنديون وفي ده فين في مصر سند ده؟ انت بتقول نهوز اي حاجه صح؟ في القليوبيه. لا والله كل دي اماكن موجوده فعلا بجد والله؟ والله العظيم. انا ما عنديش فكره. انا عارف سنديون عشان زرته فيها. لا ولقيتها بس كده على عشان انت صاحبه بس. بس محدش يعرف المعلومات دي خالص يعني. ولا بس أنا قعدت خالص. ادور ليه اسمنا سنديون عشان ايه. طب سندبيس برضو سند معبد والاله بيس. بيس انا تمام. انت عايز تعلم؟ لا مش عايز هخش انا في المنطقه دي. لا مش اشتري على حد لا. لسه. طب انا عندي سؤال اسال يعني صعب وواسع. قول. ازاي بتقدر تحول الافكار، يعني اقعد احكي لك حاجه او تقرا حاجه لمزيكا؟ يعني دي حكايه ده ذكاء اصطناعي قوي يعني، ده اي جدا. بص انا شايف ان كل واحد وهو طفل الحاجه اللي بيروح لها لوحده، اصل انت طفل دي ما عندكش حسابات. هتحب حاجه تكرهها. فانا من وانا صغير جدا بحب مزيكه الافلام قوي. اولا بحب عادل امام قوي طول عمري. ماشي. بس ما كنتش بحب مزيكه افلامه. كويس. كنت بحبها في حاجات معينه، يعني في حاجات معينه مودي الامام كان بيعملها كنت احبها قوي، بس كنت رايح اكتر لراجح داوود. ماشي. يعني الكيت كات ما كنتش بحب الفيلم بمقدار ما بحب مزيكه الفيلم. المزيكا بالنسبه لك اعلى من الفيلم نفسه. اصل يعني هي المزيكا بتحط اللاير اللي المشهد ما بيقولهاش. طبعا يعني بتدي لك. انا طبعا ما كنتش فاهم ساعتها، بس انا كنت فاهم ان انا متاثر قوي لما بشوف المشهد، وبعد كده غصب عني الميلودي اللي ورا بتشد ودني. فمش قادر ما اسمعش. انت معتبرها العنصر رقم 1. فلما ابتدينا بقى الكمبيوترات تنزل مصر وبتاع ومقاطع بلوتوث والحاجات دي، كان في ناس بقى مثلا تاخد حته من الكتكات اللي فيها مزيكا، فانت سامع بقى الشيخ حسني وهو ماشي وبتاع وعمال يكحت في الارض والمزيكا يدوب من ورا. بقى ما كانش لسه في بقى ان راجح داوود ينزل حاجته اونلاين والحاجات دي مش موجود. كانش موجود. بعد كده ابتدينا بقى السلسله بتاعت خالد حماد مع هنيدي وكده. فابتديت بقى الاقي ايه الميلوديز اللي ورا، يا نهار اسود ايه اللي بيحصل ده وبتاع. فابتديت بقى اتشد اكتر للمزيكا واكمل. وطبعا قبل الالفينات يعني في التسعينات اواخر الثمانينات تحديدا ابتديت بعمر خيرت. كانت كانت امي وهي بتنظف البيت كان في شريط كده اسمه وهابيات. عمر خيرت عمله في اخر الثمانينات باذن من عبد الوهاب يعني. وافق الراجل يعني. فالشريط ده كان بيشتغل طول الوقت، فانا طول الوقت سامعه. انا ما بحبش عبد الوهاب وما بحبش الموسيقى العربيه الشرقيه الجميله وبتاع، بس الشريط ده بهدلني لان عمر خيرت في وسط الكلام بس لاش حد كده فاهم بايده وكمل مش موضوع. لا ماليش في الحاجات دي، ما كنتش فاهمها ساعتها. لان انا ابويا كمان كانت خلفيته هو كان بيلعب بيس جيتار برضه. ايوه سنه. طول ما انت قاعد بتتكلم يعني ايه طفل قاعد مركز في الموسيقى التصويريه يعني. فكنت اكيد اسال ان في البيت حاجه. هو كان بيسمعني انا واخويا يعني، كان بيقعدنا على رجله احنا الاثنين كده ويجيب 3 هيدفونات عشان يعرف يعلي قوي. هو كان بيحب يعلي المزيكا قوي. فهو طبعا كان بيعلينا على الاخر يعني. ففي حاجات انا سمعها من وانا صغير هو اللي مسجلها كتير بقى مع علي الحجار وبتاع. هو ابتدى الاول فرق بتاعت العيال الهيبيز اللي بيلعبوا بيتلز وما اعرفش ايه وبتاع ايه، وابتدى 68. فهو ثقافته لما جاي ينقلها لنا ان عبد الحليم ده لا، ده مش في الثقافه خالص، ولا ام كلثوم. امي يا عيني اللي كانت مقهوره بقى هي اللي بتسمع الحاجات دي في الخباثه بقى لما ابويا ينزل الشغل بتاع حاجات كده. فانا ما كانش في ثقافتي الحاجات دي. قابلتها بعدين بقى لما اشتغلت في المزيكا الشغل محترف يعني. فانا طلعت طول الوقت الحاجه السيكا ما بتشدنيش يعني، ما مش رايح الناحيه الثانيه خالص، مش فاهمها يعني، مش فاهم ايه ده وليه. واصلا ما بحبش كلام الاغاني يعني، كلام الاغاني بيوترني جدا وبتاع، لان هو يعني في معظمه يعني متخلف يعني، مش فيش حاجه يضيفها يعني. يعني بحبك وحب انت بس هسألك سؤال، انت عندك محامي؟ ليه يعني بعد الحلقه دي اعتقد خلي بالك انا هحكي عنه في قصر النيل. بس خلي بالك انا ما شتمتش حد، ما شتمتش حد. كونسبت انا فاتح القوس يعني، فاهم؟ فكلام الاغاني ما فيهوش اي حاجه بتبسطني يعني. انا كنت الوقت مثلا بتاع التسعينات اللي هو الناس كله قاعد بيسمع اغاني الاكس وبتاع.
انا مش متاثر بالكلام خالص، انا متاثر بالراجل اللي عامل مزيكا ورا، مش ممكن حصل يعني واحد كاتب خط وتريات ورا مش قنبله على واحد يا عيني يا دوب بيقول اسمه يعني فاهم، وبيقول كلام ركيك جدا لا هو الشكل ده بوب وكل حاجه، بس انا ما بحبوش، بحب المزيكا. انا بقى بعد ما خرجت من موضوع ابويا ده ابتديت انا استكشف بقى المطربين بتاع، فاستكشفت مصطفى قمر، انزل اجيب له شريط في الخباثه كده قبل ما ابويا ياخد باله. اوكي هو مش بيقهرني يعني، بس هي الفكره ان هو هيتريق عليك يعني هينمرك ان في حياتك فجبت بقى مصطفى قمر ومحمد فؤاد وعمرو دياب، وقعدت استكشف بقى اشوف ايه الجماعه دي بتقول ايه يعني. وعارف بقى اغاني كتير منهم بتاع، بس هم برضو مش سيكا وبرضو مش عربي يعني فاهم، هي برضو في منطقه الغربي. اوكي هم ما حدش فيهم بيعمل موسيقى شرقيه يعني، ما حدش بيليل وبتاع، وحتى لو بيليل كله عجم وبتاع يعني ما سهل. لا حاجات ميجر ماينر، مزيكا بتاعت غربي يعني. فالمهم يعني كملت في القصة، فوصولا بقى لحد المزيكا أنا ابتديت أحاول أعمل مزيكا سنة 2003 2002 كانت الإمكانيات ضعيفة قوي وبتاع، فابتديت بقى أخد مثلا حتة لعمر خيرت أعملها كده بمزاجي. وبعد كده سبت الموضوع ده شوية، ابتديت بقى انضم الفرق واعمل فرق وحاجات كده واعمل اغاني فرق في حاجة معروفة دلوقتي يعني، في حاجات في ناس لعبت معاهم. ابتديت بسلالم الاول. اوكي قعدت مع سلالم كتير قوي، بعد كده رحت اشتركت مع بهاء ومو، عملنا شرموفرز. اوكي وقعدنا شوية حلوين كده بعدين سبتهم، وبعد كده عملت هقول لك، وبعدين عملت فرقه تانية اسمها طاخ، كنت انا ويسرى الجندي طبعا، عملنا بقى اغاني كتير برضو. ايوه بالظبط كده، انا زيكو الشعر الزيرو. ايوه يا لهوي شفت الهدف بقى فني هادف خطير. لا بس الكلام بقى لا بس خليت الناس كلها تقول الصراحه، والناس بعد سنين قال لك ده طلع بيقول رقم التليفون. لا ده طبعا دي كانت مشكله كبيره طبعا، ان احنا قايلين الرقم وطلع رقم بجد احنا قايلينه وكاتبينه. حصل يعني كل ما بنقول جمله بيتكتب رقم. في حاجه بعد كده؟ مفيش اي حاجه خالص. رقم من رقمك ولا رقم؟ لا احنا رقم الفناه كده وبتاع. في واحد اترازق، في حد يعني بس شلنا منه رقم علشان الراجل ايا كان هو مين ما يرفعش علينا قضيه، فشلنا رقم في الاخر عشان يبقوا 9 اشخاص هيرفعوا عليك قضيه. بالظبط. فعملوا له بقى اسم على ترو كولر. فانت لو كتبت الرقم ده دلوقتي، لو قعدت تقول الكورس كده وكتبت الرقم هتلاقي زيكو على ترو كولر. خلاص. فالمهم بقى الاقي الناس بقى بتكتب لنا انا عرفت رقم التليفون، دي كارثه طبعا بكل المقاييس، بس يعني مش مشكله يعني. المهم ان الموضوع مشي، وابتدينا عملنا اغنيه والتانية والتالتة وبتاع، وبعد كده يعني جينا بعد فتره انا ويسرى يعني قررنا كل واحد بقى يشق طريقه في حته تانية. انا على الصعيد الاخر بقى عندي نص تاني احترافي في المزيكا، يعني بلعب مع اوركسترات في الخليج وبتاع، ومطربين الخليج بقى كلهم وحاجات كده. ده الجزء اللي انا فيه صنايعي، ما عنديش اي نوع من انواع الاضافه او الابداع غير الخط اللي انا بلعبه. بس بيس جيتار. اوكي. انما ان انا ابقى مسؤول عن مزيكا من الاول للاخر، ده جزء انا بعمله لوحدي. فالمهم جت الكورونا وبتاع، فكلنا هبطنا في البيت، فانا قررت بقى انا حامل المزيكا اللي على مزاجي. فانا كل مزيكة الافلام بحبها جدا، بس هعيد صياغتها من وجهة نظري او زي ما انا احب اسمعها. حلو. فمسكت بقى كل حاجة بحبها شخبطت فيها خالص. حلوة وحشة بقى ده مش موضوع، انا بلعب. والحقيقة كل اللي انا عملت لهم مزيكا كلهم تقريبا كلهم اتواصلوا معايا وفي قمة الانبساط، وبالذات خالد حمادي، يعني ده اكتر واحد كنت فاكره متضايق، فطلع لا مش متضايق خالص، هو مبسوط. وهاني شنود انا وهو تصاحبنا على بعض جدا، ويمكن نعمل انا وهو حتة مزيكا بتوعه مع بعض. يا رب والله عظم. هو انا مش عارف انسق المواعيد معايا، بس انما يعني مش انت بتصحى متاخر بس؟ ده انا بصحى بدري جدا. هو بيصحى متاخر؟ لا يعني عطلين على المكان هنا اهو. لا مش عارف اظبط مواعيدي معاه يعني كل ما اظبط حاجه هو يتشغل او انا اروح بس هو مرحب جدا ويلا نمسك واحد. ده حقيقي، بس انا عايز استفيد حته هاني شنودة عظيم. بس انت متخيل انت ممكن تعمل معاه ايه؟
بص انا طلبت منه الكاميرا في الملعب وبتاع هو ايه خد برضه حته صعبه قوي برضه حته حلوه قوي. بص انا لعبتها له وهو عجبته هو اتعرف عليا منها اصلا يعني فاتفقت معاه نلعبها فهو عملتها حته كلاسيك كده في الاول وبتاع يعني فسمعتها له يعني قال لي لا انت بتعمله ده مش هنعمل كده الموضوع مش هيمشي كده يعني. قال لي بص هو هيمشي انا هلعب تا 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 ويسي وانت هتروح رد عليا مش عارف ايه بعد كده نبتدي خلاص يلا اعمله ونكلمني بقى. قلت له طيب ماشي تمام. ما كلمتوش بقى لحد طبعا دلوقتي يعني ما فهمش حاجه صح. انا فهمت تقريبا هو عايز يعمل ايه بس يعني ما فهمتش. لا انا اسف ده حكايه حصلت من ربع ساعه. قول. هو استاذ عز جيلان انا تقريبا اول مره اشوفهم عن قرب يعني نقعد نتكلم ف حكوا لي حاجتين مهمين جدا كل واحد حكاها بشكل مختلف قد ايه هما الاثنين خلقهم ضيق جدا. فما بقتش عارف يعني انا المشكله يعني هما بيدوني الانترو ده ليه لو بطل كلام ليه الاثنين يتكلموا عن نفس الموضوع يعني اسكت ولا انتوا يعني. فهو واضح ان هو مع كل يعني مش انا لا. انت سالتها سؤال واضح وصريح قبل مين فيكم بيزهق الاول قالت لي عايز قلت له هو اللي هيصور الاول عشان جايز يمشي في اي لحظه الحق صوت. لا بص هو ما كلموش انا كلمتوش هو انا وجيلان تقريبا بيحصل نفس الحكايه. احنا يعني في احداث كتير قوي في اليوم من اوله بتقرر اليوم ده احنا هنتقمص انهي شخصيه. يا عيني يا ابني معنا كده انا اصلا انا كمان فانا ممكن واحنا قاعدين مع بعض فبنتكلم وبتاع فانا فجأة يعني حصل يعني مش استفزاز زي ما تقول كده الشخصية بتاعت الوجه اللي هو بتاع يلا ونخلص ده شغال. بس هو ده مش انا 100% يعني فاهم. بس دي حاجه بطلعها دلوقتي محتاجها حاجه يمكن بقى انا صحيت من النوم كده يعني. وجيلان كده برضو يعني جيلان نفس الحكايه يعني كل يوم هي حسب الاجواء بتتقمص حاجه يعني. انا شايف كده مش فلسفه يعني بس هو ده لا مش فلسفه انت كده بس الحمد لله ما بتزهقوش من بعض. لا كل يوم حد جديد لا احنا كل ما بص هم بقى الناس بترجع او جيلان اللي بترجع الموضوع ده ان انا وجوزاء وهي جوزاء مش عارف ده احتمال كبير. فانا مش مهتم قوي بالتفصيله دي يعني بس ماشي يعني مش مهتم بكلام حضرتك بصراحه. انا مش عايز ازهقه خالص يعني خلينا كلنا عارفين انا مش عايز ازهقه. حاسس ان احنا في مره ممكن نتكلم وهنا كادر الفيلم. لا بص انا كل الكلمه اللي قلتها له انا قلت له بس ايه ان انا ما يعني لما بنيجي نتكلم مع ناس بس هو عنده منطق ماشي. فساعات احنا عندنا هنا في طريقه كده اللي احنا بنعيد الكلام بس بطريقه مختلفه فاهم. فاحنا بنعيد الكلام بس بطريقه مختلفه فاهم. بنعيد الكلام بس بطريقه مختلفه. ايوه يا معلم اللي بعده يعني فاهم قصدي. العمر بيضيع. فانا بحس ان احنا بنلف في دايره. انا مش في ثالثه ابتدائي انا فاهم يعني اول الجمله انا فهمتها خلاص. تعالى بقى نتخطى الموقف ده ونروح للي بعده. فالحاجات دي بتوترني كتير جدا ساعات. فانا بعمل حاجه من الاثنين يعني لو الشخص اللي قدامي مش هعرف اقولها له يعني فانا بفقد الاهتمام يعني بلعب في الموبايل مش عايز اسمع بقى بلعب في التليفون دي خلاص يعني ده اشاره ان انا زهقان بقى جدا. فاكر الفيلم بتاع بص في السقف ده منسي وبص في السقف ساعته زهق خلاص. بلعب بقى في التليفون وبتاع وفي الغالب بقى مش مهتم ببقيه الحديث يعني. لو ينفع بقى اقول له لو واحد صاحبي اقول له ايوه يا معلم اللي بعده يعني انا فهمت بقى اول جزء اللي احنا عمالين نلف فيه بقى لنا تلت ساعه ده خلاص بقى. ما بتبقاش يعني. طبعا كيوت كده ساعتها بتبقى اخلص يا روح كذا عايزين نخلص. اشتمه بقى طبعا. وبرضه ما بيتغيرش يعني. واحد صاحبي بتكلم عنه تحديدا علي محمدي ده اصلا قال لك عنده تحديدا ده حد بتكلمه يلا يعني ده قول له اصل هنضيع وقت كبير قوي ده اللي بعيد على بال ما يستوعب الفكره. يعني احنا خلاص هيستوعب ان احنا في برنامج انا اول ما عرفته على جيلان انا كنت قلقان ما تفهموش. قلت له هو بيسرح في الكلام يعني. احنا لما بنيجي نتكلم لو اولا انت لو استخدمت سرعه زياده عن اللزوم انت هتفقد انتباهه. بالراحه. فبعد تلت ساعه فهيروح بص معلش ممكن بس تعيد الحته اللي هي فاتت من 10 دقايق. والله العظيم انا مش على يوتيوب عيدها ازاي. او يسالك سؤال لو هو مكسوف لان هو عارف ان انا هشتمه فهيبقى مكسوف جدا فهيعمل ايه
هيقول لك هو هيسالك على حاجه توصله، بيستذكى بقى يعني، توصله ان هو ما سمعش يعني. هو قاعد بيفكر بقى في حلو. انت كنت رايح تقلده بطريقه حلوه. كمل. هو بيقولها ازاي؟ معلش، اصل هو ضخم جدا وعينيه ضيقه وبتاع، حاجه صعبه. المهم ايه، هو ربنا ما كرموش بحاجه. لا والله قلبه ابيض جميل. اول مره اجيب سيرته في اي حته والله، بس انا بحبه جدا يعني. او مش مشكله، هو مش هيزعل كده بس يعني. هو مش هيتفرج علينا، هو اكيد مش فاضي للدرجات دي، صح؟ لا انا هفرجه. اوكي بقى مش هيفهمنا. لا على فكره ده فاضي جدا بقى. هو مش هيتضايق مننا بس اهم حاجه. لا علي مش هيتضايق. ده علي ده قابلته في اخر جامعه دخلتها. انا دخلت 3 جامعات. اوكي. كان عندي مشكله بس في التعليم. باشا تلميذ اهو قدامنا، اتفضل. فتالت جامعه دخلتها، هو الجامعه دي كانت جامعه للهاربين يعني، من الجامعات كلها. اوكي. بيلموا فيها اي واحد فشل في حته هيروح دي يخلص يعني. فقابلته فيها، فتقابلنا. انا كنت فاكر ان هو يعني فاهم حاجه وبتاع. يعني اكبر منكم. انا كنت رايح قبل لا هو سني. فانا كنت رايح الجامعه دي، وفجاه في امتحانات ترم يعني. انا دخلت من النص بطريقه او باخرى يعني. المهم ايه، فبلوش بقى يعني، عايز اي حد يفهمني اي حاجه يعني. فقابلته، فهو كان معاه ورق وبتاع، فانا اعتقدت ان هو ايه فاهم، وابتدى يقول كلمتين 3. قلت الواد ده شكله مخلص الدنيا. بس يا معلم اكتشفت انه جثه مش فاهم اي حاجه في اي حاجه خالص. فبقيت انا اللي مسؤول عنه اصلا يعني، وبدور على حد يساعدنا احنا. فمن هنا بقينا اصحاب انا وهو يعني. بس ما شاء الله ما فيهوش اي ميزه وانت لسه مصاحبه. لا بالعكس. ايه بقى؟ ابو الرجوله لو افتكر. انا جدع جدا لو افتكرتك. انا مره كنت بصور برنامج كده في مدينه الانتاج، وكان يوم مطره بقى رهيب وبتاع، وانا كان معايا عربيه كده. فالمهم المطره كانت شديده جدا، العربيه فجاه وقفت في طريق الواحات، عارف طبعا. فركنت يا معلم على جنب. هي ما ركنتش، هي وقفت خلاص بقى اوتوماتيك. فوقفت يعني ما فيش بقى ولا حاجه. فرحت مكلمه الساعه 3 الفجر وبتاع. المهم اخد كتير جدا رد. قلت له علي انا في كارثه. 1 2 3. طيب هاجي لك دلوقتي. وراح قافل التليفون. كان منه بس. راح قافل تليفونه، ومش قافل الخط بس، قافل تليفونه. وانت ابو الرجوله دي كنت بتوصفه ولا بتشتم الرجوله؟ لا هو راجل عموما، بس في الحاجات اللي هي ما فيهاش، في الحاجات اللي قبل 3 بالليل. الحاجات اللي هي ما فيهاش الضغط على يعني. لو جعان مش هيبقى راجل معاك مثلا، مش يعني يعني لو جعان دلوقتي يعني اللي هي الغرائز الاساسيه مش يعني فاهم. ما تجيش بينها يعني فاهم. عايز افكر تاني، انت بصاحبه ليه؟ لا ده حبيبي. لا ايوه ماشي، ما اختلفناش. ليه مديك فلوس؟ موضوع الرجوله ده يعني ما جاش معانا يعني. لا ما هو انا ما ذكرتش حاجات حلوه تانية. قولها بقى. مش فاكرها. لا ميزه ده كلها ما تنفعش تقال. هو جدع. لا هو شيء جميل يعني. طيب جدا. بتكلمي عنه في حلقتك. طيب جدا وبيستحمل اصلا هزارك قليل الادب. وانا بستحمله. لا هو طيب وبيستحمل وانا بستحمله يعني. صحاب يا ربنا يخليكم لبعض وليكم خير في بعض. بس انا حاسس ان انت شخص صدامي شويه في المزيكا، وان ارائك حاده شويه، صح؟ لا بالعكس. كويس، يبقى انا حاسس غلط. طيب يعني انا مثلا انت قلت ان عبد الوهاب ما بتحبوش. لا مش ما بحبوش، ما بتحبش المزيكا بتاعته. لا مش كده. في الوقت اللي انا اتعرضت لعبد الوهاب، انا بقول لك انا جاي منين. انا جاي من ان انا مش عارف الحاجات دي. حلو. فمش مستوعبها. بس دي نقطه مهمه كنت عايز اوضحها، انه لما انت ابتديت تسمع الشرقي ما بقتش ما شايف ان عبد الوهاب بيعمل حاجه وحشه. لا طبعا بقيت فاهم هو بيعمل ايه كويس. اوكي. وبعدين فكره ان انت تفهم عبقريه بني ادم، تحب حاجته او لا، ده ملوش دعوه بتقديرك اللي هو بيعمله. اي حد بيعمل ابداع موسيقي او سينمائي، او لو انا ما اتفقتش معاه مش مهم. المهم ان هو مبدع، فاهم؟ ممكن انت مزاجك ما يجيبكش تسمعه. في ناس بتحبه جدا وناس ما تحبش مزيكته، بس ما فيش خلاف ان الراجل ده عبقري، وبليغ حمدي عبقري. كل الناس دي انا عرفتها لما اشتغلت بقى بجد. لما فهمت يعني ايه بقى الموسيقى العربية دي عبارة عن ايه يعني.
ودي ما شفتهاش غير بقى في الاوركسترات الكبيره والحاجات دي. لما تبتدي بقى تشوف الكمانجات بيعملوا ايه والشيلوهات بتعمل ايه في قصه يا معلم، ورشه شغاله ورا وانا ما كنتش فاهمها، فده كان جهل مش رأي كامل. انا ما بحبش اسمع ام كلثوم، بس ده معناه ان ام كلثوم مش ام كلثوم، لا ام كلثوم طبعا. يعني سواء انا حبيت ولا ما حبيتش، لا دي اثرت شايف في كم مليون بني ادم لحد النهارده هي شغاله. ممكن احب لها حاجات بس قبل كده ما كنتش خالص فاهم. لما بتهدى وتستوعب، لما كانت بقى الموضه بتاعت ان هم يجيبوا ملحن في التلفزيون ويقول لك مهرجانات والحاجات دي، ده كلام فارغ. صحيح، ده كلام فارغ. المهرجانات والحاجات دي، الناس بتوع المهرجانات او اي مزيكا، اي صوت طالع ده ليه ثقافه هو جاي منها. هو ما طلعش هباء كده، ما طلعش بالصدفه، لا هو طلع، ولو عايز تحلل طلع ازاي في تحاليل. بس الناس ما بتسمعش التحاليل، الناس ما بتعملش الكلام ده، الناس بتاخد المنتج النهائي. المنتج النهائي اثر في ملايين برضو فاهم، لان هو شبه الناس وشبه بيئته اللي طالع منها. الشعب يقابل نفس المشكله دي. فاحنا اصلا طول الوقت الحكم على المزيكا جاي من الطبقيه. اوكي، يعني جاي من ان انت ثقافتك ايه، فالثقافه دي بالنسبه لك دنيا، فانا مش عجباني. هنا هقول لك سؤال يعني يمكن هو محيرنا فعلا شخصيا، لان انا كنت ما بحبش ام كلثوم وبقيت اسمع ام كلثوم، ثم بقيت بحب ام كلثوم جدا. فهل حبك للمزيكا او صناعتك للمزيكا بتختلف بالتجارب بتاعتك وبسنك، وانك بتكبر وانك بتهدى يعني السؤال لي نص ليه علاقه بصناعه المزيكا وانت بتعمل مزيكا، تبقى مزيكا بتعبر عن عمرك، او انت بتسمع مزيكا بتتقبل مزيكا تانية ما كنتش بتقبلها. انا رايي هي ليه علاقه بخبرتك. يعني ايه الخبره؟ كل ما تزودها كل ما بتفهم. ما الخبره معرفه، والمعرفه هي اللي بتفرق بين اي حد والتاني. كل ما معرفتك وسعت، كل ما ادراكك وسع، كل ما تقبلك للحاجات المختلفه عرض اكتر. فان انت يبقى عندك الخبره، انك اولا الرفض التام ده من الاول، ده جهل بالشيء. ده عموما ده في المطلق انت جاهل بيه فرفضه. انت ما عندكش استعداد تفهم ده ايه، انا ما اعرفش ده ايه، مش عاجبني. اوكي. فانا كنت كده، انا اجهل ده، فكنت ممكن اقعد كده واحط رجل على رجل واقول على فكره دي مش مزيكا، انا اعرف اعمل مزيكا احسن من كده. جاهل مش فاهم. لما تخش بقى وتفهم وتدرك ايه ده، دي خبره بقى. ان انا قابلت المره دي اغنيه لأم كلثوم لعبتها مثلا مع مطرب او مطربه في الاوركسترا، قابلت اغنيه لبليغ حمدي اللي ملحنه، تفهم بقى ايه المصيبه السوداء اللي الموضوع ده كبير. الموضوع كبير، مش هزار، على الاقل مش هزار. ذوقك بقى مش ذوقك، ده موضوع تاني. مش مهم تحب وتكره، بس القصه نفسها مش ممكن يعني. لا، في عبقريه طبعا، وعبقريه ما ينفعش تنكرها الا ان انت مش فاهم. فانت خلاص انت بقى واقف عند حته ازاي بتحول الكلام لمزيكا. كلام الافلام اللي بيجي لك ده بيقول لك اعمل موسيقى تصويريه، بس قبلها علشان احنا قلنا شويه كده ايه اراء للناس احنا عارفين، بس الناس مش عارفه انت عملت ايه. انت قلت شويه حاجات، اشتغلت في فرق، وهنرجع لموضوع شارموفرز مش ناسيو. فعايز بس تقول للناس انت عملت موسيقى تصويريه ليه. انا عملت مزيكه مهرجان السينما بتاع السنه اللي قبل فاتت. اوكي. مهرجان القاهره السينمائي الدولي. حلو جدا. وبعدين عملت مزيكه برنامج واحد صاحبي اسمه محمد فايز. اوكي. وبعدين عملت مزيكه فيلم حظك اليوم هو بتاع كريم قاسم. في الاغاني بقى طبعا التراث بتاع شارموفرز الاولاني ده كله يعني دي حاجه مبهره بالنسبه لي جدا. يعني بتقولها بتون متضايق، دي حاجه مبهره جدا. لا اصل خلي بالك، واحنا هناك كنا احنا الثلاثه بنعمل مزيكا. يعني كل واحد فينا لازم يكون له انبوت. طبعا. يعني ففي الاخر كانت بتطلع فيها حته من مو على حته مني على حته من بهاء على بتاع. في طاق ده كنت 100% انا المزيكا كلها. كنت معاهم وقت ما اكرم حسني طلب منهم تتر وسيم هدود. اوكي. وحصل خلاف يعني. كنت فاكره الموضوع ده هو اللي قال لك. اوكي. حصل خلاف يعني، ما
يعني انا ومو ما كناش قابلين الفكره يعني. اوكي. كان في مشاكل في الاتفاق في الفلوس وبتاع، وعملنا فعلا حصل. عملنا حته فعلا وبس ما كملناش يعني. ما كملناش، ما اعرفش ايه الاسباب. وحصلت كمان في فيلم بتاع هاتولي راجل كنا عاملين اغنيه في الاخر كان شاكر خضير المخرج. شاكر هو اللي كان عامل لنا 5 سنتي. في 5 سنتي ساعتها قلبت الدنيا في موضوع الفيديو كليبس في الفرق. حصل. هي ساعتها كانت مكلفه 250,000 جنيه. 250,000 جنيه ده كان رقم مخيف ساعتها يعني. فعملنا اللي احنا عايزينه على يومين تصوير، يومين الفيديو طلع خطير، الاغنيه بهدلت الدنيا خالص. حلو. بعديها بقى رحنا بقى باسم يوسف، ورحنا بقى كل البرامج اللي موجوده في الارض. انتوا بتاعها ده كان رن التليفون لمصر كلها. بالظبط كده. فسمعت اصلي ساعتها الحكايه دي كتير جدا كتير جدا. انا واحد منهم. فشقلبت الدنيا خالص الاغنيه، وشقلبتنا احنا كمان يعني. احنا كنا قاعدين، انا انضمت لهم بعد ما هم كانوا شغالين ب4-5 شهور. كويس. انا كنت عارف بهاء. فبهاء كلمني وبتاع. المهم رحت قعدت معاهم. كنا بنقعد في اوضه مو اكتر ونعمل اي حاجه. انا اتبسطت بالطاقه يعني. انا كان عندي ساعتها مشاكل نفسيه مع سلالم، ان ما بقاش فيها جديد. يعني كل واحد فيهم في حته، وكل واحد فيهم يعني بنبص على هنكسب كام اكتر. عملنا حفلات كتيره جدا جدا جدا، بس ما كانش فيه روح بقى. اللي ابتدى يبقى موظف، واللي اتجوز، واللي خلف، العيال اختلفوا يعني. وكل واحد اهدافه بانت. فانا بقيت مش مبسوط. انا كنت مسؤول برضو في سلالم عن الانتاج الموسيقي عموما. يعني كنت بفورم المزيكا عشان تبقى اغنيه. كنت انت البروديوسر الوحيد في سلالم. بس بروديوسر لايف. يعني انت هتعمل كذا، وانت هتعمل كذا، وانا هعمل كذا. انا ما بحبش كده قوي برضو. يعني ما بحبش كل حاجه تبقى شبه تفكيري يعني. بس يعني 98% من اغاني سلالم انا اللي عامل لها اخراج توزيع يعني. في شارموفرز اتبسطت اولا. طاقه تانية خالص، ناس تانية ليا انبوت مش مسؤول عن كل حاجه. ليا انبوت مش مسؤول عن كل حاجه، وده فرق معايا جدا. ان في ناس شوية. ايوه في ناس تانية بتتكلم معاك وبتعرف تتكلم مزيكا. عندك حاجات بتدخل لك انت، بس هناك في سلالم عمال انت تخرج. وبعدين بهاء اصلا بيركشنست حلو جدا، ومو درامر خطير. يعني بغض النظر بقى ان احنا كمان بنعمل مزيكا، وان بهاء بيكتب وبيغني. صحيح. وان مو كمان بيبروديوس مزيكا وبتاع. فانا كنت مبسوط قوي. بعد كده حصل بينا خلافات بقى. ابتدينا نتشير جامد قوي. ابتدى يحصل يعني كل يوم حاجات ناخد فيها قرار. احنا ال3. هو النجاح اللي يخلي الناس تختلف ده. مش كده. هي بتبقى عبارة عن ايه. احنا كل يوم كان عندنا استوديو في المعادي كده، وورانا حاجة ما وراناش بنروح كل يوم نقعد فيه. يمكن اغنية تطلع. وهنقابل ناس كل يوم، في مقابلات ناس. كل يوم شركة عايز تعمل اعلان، برنامج عايزنا، فيلم عايزنا نطلع فيه، كامبين، حفلة، اي حاجة. كل يوم في حاجات لازم تاخد فيها قرار. وده ما ينفعش. ده ما ينفعش خالص. بالنسبة لمين ما ينفعش؟ بالنسبة لصاحب المشروع. ليه ما ينفعش؟ لان انت ما انتش مدير. انت محتاج شغلانة بتاعت مدير. المدير ده بيعمل ايه؟ عنده رؤية. يعني ايه؟ يعني يقول لك نظرك ماشي. يعني ما ينفعش ان انتوا ال3 بتوع الفن تتسحلوا في الحاجات الاداريه دي. لا طبعا. ليه بقى؟ لان ما ينفعش يجي واحد واحد فينا مثلا يعرف واحد في شركه اكس مثلا. دي اصلا كده مشكله. كده هيبقى في تفاهم. التفاهم ده هيجي على حسابنا احنا مثلا. ممكن نكون غلطانين. يكون في مدير يقول لك انت لو عملت كذا هيحصل كذا، او انا شايف ان انت اذا اتصرفنا التصرف الفلاني احنا ممكن نروح البرنامج ده مع انه ما فيهوش فلوس، بس ده كويس لينا. حد يكون بيفكر انما ان احنا نبقى بنعمل مزيكا وبندير كل حاجه. بقى كان مثلا بيدير حاجات كتير جدا. اول واحد انفجر كان هو. طب فاول واحد انا وهو خبطنا في بعض كنا انا وهو.
تعرف ان مصر كلها او مواهب مصر كلها ناقصها الشغلانه دي. يعني 3/4 مواهب مصر لو كانت عندها الشخص المدير اللي بيعمل بيرسونال براندنج مظبوط، واللي بيرسم ايدنتيتي مظبوطه، واللي عنده رؤيه حقيقيه واقعيه ليها علاقه بالسوق مش بالتنظير، مظبوط. 3/4 كان هيبقى محمد صلاح، وكان هيبقى عمرو دياب، وكان هيبقى شارموفرز في عزهم، وكان هيبقى لو الشغلانه دي موجوده. يعني انت كنت مدرك المشكله دي في المشكله، ولا لما خلصت عرفت؟ لا لما خلصت. اوكي. يعني انا برضو ما كانش عندي الادراك الفظيع ده ساعتها، بس كنت فاهم في حاجه غلط، ان مش معقول احنا كل يوم اصل احنا بنوافق وبنرفض بناء على ايه؟ اجتهاد شخصي، اجتهاد وشعور. لا وشعور فنانين بقى. فاحنا مش بتوع كده، ما مش مدير. انا ما اعرفش الديل اللي جاي ده مظبوط ولا لا، ما اعرفش اقول فيه كام. الله ينور. صح. يعني فاهم كام دي اصلا اهم حاجه في الدنيا. اسالك سؤال رخم. طب انت دلوقتي عندك بقى مدير اعمال؟ لا. ما صلحتش الخطأ ليه؟ لا ولا الزحمه مش زي لا الزحمه؟ انا بعد كده في عملت طاخ ده، انا عملته من الاول خالص. ابتديت يعني كلمت يسرا قلت لها يلا تيجي، انا في دماغي عايز اعمل حاجه، ايه رايك وبتاع، يلا. هي بتكتب وبتغني وبتاع، فهي كتبت وغنت وانا وهي ابتدينا نعمل اغاني وبتاع. جبت مدير، بس برضو نفس المشكله، ان هو مدير بيتابع اللي بيحصل. يعني الناس بتكلمنا في حفلات، كوردينيتور، ما اشتغلش مدير بالظبط. ودي برضو مشكله احترافيه. بس خلي بالك عند المديرين نفسهم بقى اذا كانوا مؤهلين ولا لا. بس خلي بالك من نقطه، انت دلوقتي اذا قررت تجيب مدير، ما هو المدير ده لازم يبقى ليه صلاحيات. طبعا. صلاحيات يعمل ايه؟ يعني لازم تنسى ان انت في فرن وان ده بيشتغل موظف عندك. لو العلاقه كده مش هتنفع طبعا. هو ليه كلمه عليك 100% صح. يعني هو يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. ودي تتنافى مع الايجو اللي عند 95% من اللي عندهم مواهب. لا هو في ايجو طبعا، بس مش دي المشكله. المشكله ثقتك قد ايه ده بيفهم. ما بقولك لو هو مؤهل، ما هو لو مؤهل بقى طبعا. دي هنعرفها منين؟ التجربه. بالظبط. انت علشان توصل للتجربه، عشان توصل للتجربه وتسيب ايده، ما انت دي فيها مغامره دي. طبعا. كم من مديرين اعمال عملوا فلوس من ورا الناس دي وفلوس كتير. هي تكنيكال ليها طريقه، يعني اداريا ليها طريقه، ان انت بتجيب مثلا 2 أو 3 بيشتغلوا شادو، يعني بيشتغلوا معاك ملاصقين، انت بتاخد القرارات وهو بيركز في الحته الفلانيه ويقول لك لا احنا ممكن ننجح في الحته دي اكتر. فتاخد منه حته، وده تاخد منه حته، وده تاخد منه حته، لحد ما حد فيهم بيبقى بارز. هو ده اللي بقاله 2 سنين عرف كل علاقاتي، عرف كل. بس خلي بالك التجربه دي مكلفه جدا. ليه بقى مكلفه؟ بس بتجيب لك ربح كبير جدا برضه. هي الموضوع، احنا كنا اول ناس شارموفرز ننزل من اونلاين على الارض. صح. كويس. اونلاين بس، يعني مفيش تجارب حفلات ولا اي حاجه، ما كنتوش اندر جراوند حتى. فاحنا اول ما نزلنا جالنا 3000 وشويه بني ادم، وده كان رقم ساعتها كبير قوي. كويس. لسه كبير والله، يعني في ناس ما بيروحوا لهاش. بس 3000 ده ان هم يجوا لنا الازهر، حديقه الازهر بره مش في المسرح، يعني كنا واخدين جنينه وبتاع، فده كان رقم كبير قوي ومرعب لينا وللجميع. صح. وفجاه احنا اتفجرنا، فانت بقى عندك كل يوم طلبات وشغل وبتاع، انت مين ده اللي هتجيبه تجربه اذا كان انت اصلا لسه بتستوعب انت فين؟ يعني انا فاكر كان عندنا حفله في اسكندريه مع كايروكي. احنا خلصنا الحفله قبل كايروكي، يعني احنا لعبنا الاول بعدين كايروكي. احنا الاتوبيس بتاعنا كان بيجري وراه ناس. ده مش اي حد يقدر يستحمل المواجهات دي والنجوميه دي. يعني ايه؟ اظن ده كان في السخنه. لا في الغردقه اسمها ايه؟ كان في اسكندريه. صح. حضرت لكم حاجه كانت فيها مشكله شبه دي برضه. انا دي كانت تبع فودافون. كان معاكم سميرة سعيد. لا انا ما كنتش معاهم بقى ساعتها، انا بتكلم في دي كنت خلاص ما مشيت. انا كنت مشيت. هل تم الانفصال فنيا بس، ولا انتوا بقى لسه في تواصل حتى لو على مضض على بعيد؟ بص احنا اول كام سنه كان في تنشن يعني. اصل انا كنت ساعتها مع سلالم وبنتقابل في حفلات. اوكي. فكان في حته احنا وانتوا
كان في طابع طفولي كده شويه. وبعدين لا يعني من كام سنه كده لا انا وبهاء ومو تمام، وبالذات انا وبهاء يعني وبهاء لحد دلوقتي بنتكلم عادي جدا وبنبعت لبعض افيات على الواتساب وبتاع اوكي وتمام. وقلت له سالني رايي في حاجات وده بجد يعني. وبنتكلم عادي لان خلاص الموطن بتاع المشكله انتهى، ما بقاش موجود خلاص يعني. انت ومو صعب تبقى يعني انا عشان برضو قابلت مو عندنا في ابو حفيظه وقابلتك، حاسس ان انتوا الاثنين عارف اللي هو يقول لك دي كان في العشه. انا حاسس ان هو لا كده. بالعكس ده انا يعني حاسس ان مو مسيطر شويه، هو لا اللي لا بيقول لا للمزيكا تعمل ايه يحصل ايه لا 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 إيه. خالص بالعكس. أوكي. هم هقول لك هم كانوا شطار في ايه. بهاء كان شاطر في ان هو بيغني، واللي هو بيغنيه ده كان يعتبر حاجه اسمها سكات سينجينج، اللي هو بيقول نوت كتير ببقه. انت شايفه اسمه ايه؟ سكات سينجينج. اوكي كويس. فالنوت كتير ببقه وبيستعملها كحروف وبعد كده يحولها لكلام، فانت هتحس ان اللي هو بيقوله ايقاعي. اوكي اكن واحد بيلعب ايقاع شبه اللي بيعملوه في الراب الاول اللي هو المامبلينج، اللي هو يعني اللي هو دخل بابا مبسوط انا لا 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 فاهم قصدي. انت بتلعب ايقاع. ومو درامر خطير. انا الحته اللي في النص اللي هي بتاعت نص ايقاعي عشان بلعب بيس ونصي موسيقي بتاع هارموني. اوكي فانا دخلت ما بينهم بتألف مزيكا اعمل انفصال في القوات. بالظبط. فبالعكس كانت متقسمه ومراحل وجميله وواضحه بالعكس. فاحنا انا ومو مثلا كنا متفاهمين جدا، ما كانش عندنا مشاكل. وبعدين لما كنا بنلاقي فكره او نطلع فكره اغنيه حلوه، دي كانت بتبقى احلى لحظات حياتي انا مثلا. بعد كده عملت كده انا ويسرا وقعدنا فتره حلوه بقى نشتغل. كنا بنشتغل بطريقه تانية. يعني اول مره اشتغل مع بنت مبدئيا موضوع تاني خالص. يعني قصه تانية. يعني هنتصور اي الصوره دي هتتعاد 23 مره. ليه؟ عشان هي شعرها جاء كده. انا مش فاهم بقى الكلام ده. انا واخد على الرخص بتاع العيال بقى اللي هو يلا وقفنا تصورنا تمام يلا اي صوره وشي ظاهر اصلا في واحد ما جاش مش مشكله نصوره بكره. فاهم العيال على الله والدنيا بتاع. فانا ما كنتش فاهم بقى الحكايه دي، وهي كان عندها حق. بس انا قعدت وقت كبير بقى استوعب المساله ان انت تبقى مع بنت بتغنوا وبتاع. بعدين احنا ما كانش عندنا بادجت خالص، فابتدينا نعمل اغانينا صور الاول ونحاول نحط انسرتات فيديو كده ب4 جنيه وبتاع. بس انا طخ بحبه قوي برضو علشان ده عملته على ايدي من الاول خالص. من الاول للاخر. وكنا بنراهن كده. انا بالنسبه لي ده كان هو انا ينفع اعمل كده تاني لوحدي ولا لا. اوكي ده اثبات لنفسك حتى. فلما ابتدينا ننجح بقى وابتدينا ننزل في حفلات كبيره وبتاع، وابتدى يبقى عندنا جمهور والناس بتجيلنا. اول حفله عملتها انا ويسرا جالنا 2200 بني ادم مثلا حاجه كده في الساقيه. فانا كنت طبعا يعني انا شايف الناس دي بتقول لي انت نجحت ينفع يعني عملت حاجه ينفع. بس يعني انا موضوع الفرق ده يعني طلعت بيه ان انا يعني مش سهل نشتغل مع ناس او يمكن بشخصيتي. انا بحبش اسوق بس ما بحبش اتساق. بحب نلعب مع بعض. انا الآلة بتاعتي اسمها آلة بتكمبلمنت الآلات التانية، يعني بتجامل الآلات التانية. ودي شخصيتي في المزيكا. يعني انا ما عنديش مشكلة ان كلنا نلعب مع بعض. روح الفريق دي عندي لان انا من وانا صغير بلعب في فرق. جنبي جيتارات وجنبي مغني وجنبي درامر وبتاع. انا فاهم القصة دي كويس. ما عنديش الامراض بتاعت المغني. المغني عنده مشاكل. ايه مشاكل المغني؟ انا ممكن اعمل اي حاجة عشان ابقى انا موجود. وانت اخترت آلة يعني مش كل الناس اللي بتسمع مزيكا عادية تبقى فاهمها او تسمعها حتى مثلا. فانا طبيعة شخصيتي اني كل ما اجي اتعامل مع مغني نصطدم. ليه؟ لان المغني عنده ايجو فظيع. الايجو ده انا كل حاجة. لان هو فعليا المغني اكتر واحد الناس بتتعامل معاه وبتحبه وبتبين له انها بتحبه، لانها فاهمه هو بيقول ايه. يعني هو بيقول كلام. ولان عندهم امثله كتير قوي زمان. عبد الحليم وكل المطربين ابطال. طب فان انت تقول له او ان انت تقف قدام البطل ده بعد ما بقى بطل وتقول له على فكره احنا عاملين لنا البطوله دي مع بعض، يقول لك لا البطوله دي بسبب انا. هنا مات الموضوع. اختفى.
خلاص كده انت بتبذل مجهود في حته غلط. فاهم قصدي؟ عادي دخلوا القهوه عادي في اي وقت يعني، افتحوا ودخلوا واحنا بنكمل كلام عادي. بعد كده لما انا عملت المزيكا لوحدي دي انا بقيت مبسوط بقى قوي، بعمل اللي انا عايزه. اولا انا اتخضيت ان في ناس ممكن تسمع مزيكا بس. اوكي دي حاجه خضتني جدا. ولما الناس ابتدت تبعت لي وابتدت البيج دي تزيد يعني انا حتى زمان وقت شارموفرز وقت طاخ وبتاع السوشيال ميديا بتاعتي كانت صفر. بتاعتك الشخصيه. انا ما يهمنيش غير ان السوشيال ميديا بتاعت الفرقه تبقى بالزبط. قنبله. يعني انا لسه بشتغل بروح الكيان برضه، لان لما الكيان ينجح انا انجح. انا ما كنتش فاهم بقى القصه. يعني انا كان عندي انستجرام برايفت مش فاتحه حد فاهم لحد وقت طاخ ده كان برايفت. لما ابتديت اعمل مزيكا والناس ابتدت تسمع وبتاع ولقيت بقى الناس ابتدت تضرب المزيكا وتحطها ساوند كلاود واللي يعملها. انا مره وقفت، كان عندي حاجه في وسط البلد فوقفت اوقف اوبر كده. انا باجي هنا اوبر كنت باجي باوبر او يوم هجيب باوبر. انا مثلا في حوالي 7-8 الناس عاديه جدا بيقولوا لي بيوقفوا يوريني المزيكا بتاعتي على تليفونه. اوكي فانا بالنسبه لي ده يعني بدي اداء ناحيته ان انا مش يعني مش انا اللي عامل الكلام ده يعني فاهم مش مصدق. عاوز اخدك في حته كده ليها علاقه بشخصيتك برضه. قول لي. مولف على الشهره يعني طايقها حاببها والله مش قوي، مش احسن حاجه اعملها ان انا اتعامل مع الناس الكتير في الزحمه. يعني انت والشهره اخباركم ايه؟ والله بص لو جت من غير تنازل ده الشكل الوحيد اللي اقبل. تنازل ايه؟ حتى لو في حد عرض عليك حاجه؟ لا هقول لك تنازل يعني ايه. تنازل يعني ان انت تبتدي تنتظم بمجريات السوق. يعني تعمل ايه؟ دي بضاعه، انا بعد اذنك هاخد من المكسرات بتاعتك. اتفضل بس ما تحفش يعني. لا حاضر. دي بضاعه فاهم قصدي؟ فان دي بضاعه هنشوف هنسوقها ازاي ولا الزبون فين. تفرق. فانا بالنسبه لي انا حامل اللي انا بعرف اعمله وال10 اللي هيسمعوها بمقام مليون بالنسبه لي او بمقام 1000. ليه بقى؟ يعني الناس اللي مثلا تسمع مزيكا بس وتقدر المزيكا فقط اللي انا اعملها اللي هي من وجهة نظري انا شايفها حلوة عجباني والا ما كنتش عملتها. انا بحسه يعني معين قوي محدد واقدر ابني بقية شخصيته ممكن تكون عاملة ازاي. فاهم؟ اللي هو اللي بيبحث عنه اي بني ادم اللي هو الراجل اللي جاي لك بإرادته، يعني اللي هو فاهم ودور عليك مش قبلك صدفة. مش ان هو اشتراك كمنتج على بعض وحاجبه المزيكا. خلينا ابقى ضدك شوية. بلاش ايه، هو مصطفى كده معاك بس خلينا ابقى ضدك شوية. مش شايف ان ده شبه العيال اللي هم بتوع وسط البلد، مش فرقة وسط البلد بتاعت انا هعمل الفن اللي محدش فاهمه غير، فيروح مسرح الهوسبير ويأجره ويعمل مسرحية محدش فاهمها غير صحابه. هو بيعمل فن حلو بس هو بيعمل فن مش الأغلبية العظمى اللي بتتفرج عليه، في حين انه الفن ده هو السلعة اللي بتتقدم للجمهور، فبناء عليه بيقولوا الفن ده يكمل او ما يكملش. زي ما كنا لسه بنتكلم كان بره الهوا عن المهرجان، فلما تقدم المهرجان لقى فيه قبول فبقى المهرجان هو اللي ترند. بس انت بتقدم حاجة انت مقتنع بيها بس هي مش ترند. اذا انت بتقدمش حاجة للأغلبية العظمى من الناس، انت ليه بتعمل كده؟ ما هو الفن عشان الناس تتبسط. اقول لك بص احنا عندنا فهم خاطئ لحجم الجمهور في مصر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت كل الناس بتشتغل على الملايين ماشي، بس مصر عريضة قوي والذوق فيها عريض جدا وغير متوقع. موافق. بس الناس مش عايزة تشتغل على 10,000. اوكي انا اخترت 10,000 بالعكس وموجودين وبيتابعوني ومعايا موجودين. حلو. هي الفكرة ان الناس دايما بتهدف للأكبر. الأكبر ايه؟ ان خناقة الملايين. انا عايز ابقى معشوق الملايين. دي خناقة مش هي بس اللي موجودة. ما هو في نوع صناعات ليه زبون مش كبير بس يتحمل ان هو يبقى مسؤول ان الصناعة دي تكون موجودة. طبعا. اوكي.
مش بس صناعه، في دكتور اسنان مش هيبقى عنده مليون، هيبقى عنده 500 شخص بيثقوا فيه، وده فول كاباسيتي اصلا بالنسبه لي. انا بالنسبه لي النهارده اذا انا عندي مثلا 10,000 بيبدلوا عليا في اي حته بروحها، دول يسمحوا ان انا مشروعي يفضل قائم. اوكي حلو. وانت بتأثر فيهم اكتر. انا يهمني التأثير. يعني لما بنروح اي حته، احنا في مشروع عاملينه مؤخرا اللي شفته طبعا، اللي هو ارتكاريا، اللي هو انا وجيلان وبكري وامجد. حفلتكم اللي جايه امتى؟ انا اسف نقول كده. يوم 4 اول واحده في تاب ويست. اوكي. اللي في لا اللي في اكتوبر. انتوا ليه بتروحوا بعيد؟ والله انتوا جيتوا بالجاردن سيتي هنا مره، كانت جميله وقمر. ده بعيد بالنسبه لنا. ايوه طبعا والله العظيم. بس سانيج فده مثلا مشروع انا بلعب فيه بقى المزيكا بتاعتي دي بس لايف. بس انت عملت حركه صايعه، حركه كرييتيف، ان انت بتلعب مع الناس المزيكا وبتلعب معاهم لعبه. ان انت ما بتقولش انت بتلعب ايه. بتخلص مزيكه الفيلم وتقول لهم ده كان فيلم ايه. فانت كده كده حتى لو انا مش قاعد مهتم بالمزيكا، انا مهتم ان انا جاوب عشان ابقى شاطر. انا بص، انا كنت بعمل كده اونلاين. انا اصلا في الكورونا دي انا قررت ان انا نفسي الصفحات بتاعتي تبقى مسرح صغير. اوكي. يعني يتقدم عليها واحده بتغني معايا، واحد بيلعب معايا حاجه، انا بلعب حاجات، اروح لواحد زي هاني شنودة العب معاه مزيكته، وان انا اعمل لايف واجيب فيهم اللي ينفع يجي. كويس. ده كان هدفي في الاول يعني. وبعد كده الموضوع فيه تعقيدات. يعني لما بتخش مع بني ادمين وفنانين الموضوع بيبقى يعني ايه، مش سالك قوي ومش سهل للدرجه. مش بكامل راحتك، محتاج انت تراعي حاجات كتير قوي. صحيح. ومحتاج تبقى فاضي ومتفرغ وعندك القدره. يعني انتوا عشان تعملوا البرنامج ده او البودكاست خد راحتك. فاهم. انت مديله من وقتك وطاقتك علشان تكلم فلان، وفلان يقول لك انا مش فاضي، طب نعمل ده عايز يعني فاهم. صحيح. انا ما كانش عندي الوقت ده. يعني ما عنديش الوقت ده. اتجوزت ازاي؟ انت ما عندكش وقت خالص كده؟ ما انا اتجوزت بنفس الطريقه. مش عارف اسيبه لجيجي تحرقه كايفيه ولا اقول وانا هي حرقته في الستاند اب تقريبا. صح. لا بص، انا قابلتها طبعا، ويعني قابلتها نشتغل مع بعض. انا شفت لها فيديو وضحكت جدا. اوكي. كان حاجه ناديه الجندي وما اعرفش ليه قلت انها ممكن تغني وتكتب. تكتب الاول بعدين تغني. يعني كان الكتابه عندي اهم. انت الوحيد اللي صدقت في ده. هي كانت دايما تقعد تقول لنا انا صوتي حلو. يا ستي صوتك عادي والله حلو. لا بس معاك بقى صوتها حلو. يعني اعتقد انت مرنتها. لا انا وهي بنتمرن مع بعض. انا صوتي زي الزفت برضه. صوتي وحش جدا. اوكي. اتفقنا يا جماعه. عشان كده اتجوزوا. فالمهم شفت لها فيديو ده بتاع نادية الجندي. وانا عارف ان انا قابلتها قبل كده. عارف. فاكر ومتاكد على فكره. يعني متاكد بس شاكك. المهم ايه، فلقيتها هي متاكد بس شاكك. كانت بعتالي اوريدي. كانت في حته مزيكا عجبتها، فبعتها. مش عارفه مين خالص يعني. اوكي. قلت لها تمام وبتاع. فانا كلمتها بقى بعد كده قلت لها وبعدين اكتشفنا في النص ان احنا عملنا انترفيو مع بعض وانا في شارموفرز. هي كانت في دياب اف ام. فاستضافتني هنا وبهاء اصلا، وفي صور بقى وفي فيديو للبتاع فالمهم يعني وافقت. في الاول تنكت عليها شويه بس هي ما تنكتش. هي كانت عندها حاجات تانية ومشغوله. تخلص تصوير بس وارجع اشوف موضوع الجواز اللي انت وانا ساعتها بقى كنت بسال واحده صاحبتي كده بقول لها تعرفيها؟ قالت لي لا مش قوي يعني شخصيا لا وبتاع. قلت لها عموما هي لو تنكت عليا انا هحلق لها. انا مش عايز اعرف بقى وجع دماغ وبتاع. فالمهم يعني ايه، بس عشان الناس تبقى فاهمه جيلان هنا قاعده هنا. فانا قلت مش عايز وجع دماغ بقى تقعد تنك عليا وتعمل لي فيها مشهوره وبتاع. انا مش عايز قرف بقى. جاي اعمل حاجه معينه. فهي فعلا اول مره زهقان قوي. زهقان كده جاي اعمل حاجه معينه. زهقان قوي يا جماعه. فهي فعلا اول مره ما استجابتش. بعدين فجاه بعديها بفتره طويله كده لقيتها بتكلمني في التليفون تقول لي ها بقى ايه الكلام؟ على ايه الكلام؟ على ايه؟ عاوزه ايه؟ انا كنا متفقين مع بعض اغنيه. قلت لها انا شايف انك ينفع تكتبي. قالت لي انا ويعني كلها بقى حاجات اللي هي الاسئله الوجوديه بتاعت انا مش ممكن لا ما اعرفش بتاع بتهزر. فالمهم ايه اتقابلنا فعلا
وكانت مقابله عباسيه جدا. فين بقى؟ في قهوه اكيد؟ لا مش في قهوة. على لا كان عندهم كان ساعتها بقى في كورونا لسه وبتاع، مش اي حته ينفع نقعد فيها، فتقابلنا عندهم حته في الكومباوند كده في نص العمارات. اوكي. اول مره اتقابلنا. ايوه في مشاكل. لا مش قصدي كده. اول مره نشتغل من هنا نشتغل في المونتاج اللي في دماغها. ثواني بس. اول مره نشتغل كانت هناك. بس اول مره نتقابل عشان نشتغل دي كانت في حته في التجمع كده، انا ما اعرفش اوصلها لحد النهارده. صح. ماشي. لا خلاص تمام. بس الشغل بقى ان احنا نبتدي نشتغل، ان انا اجيب الجيتار ونقعد وبتاع، كان في الحته دي. فساعتها عملنا حاجه طقطوقه صغيره كده، مش عارف زقزق زقزقه، كانت حاجه كده يعني ايه افتتاحيه يعني. المهم عملناها وبتاع وكانت لذيذه، ولقيت الناس متقبله قوي الفكره وبتاع. بعد كده عملنا مش بتاع جواز. مش بتاع جواز دي عملناها انا كل ده احنا بنشتغل مع بعض عادي مفيش حاجه. هي كانت ساعتها لسه مصوره مسلسل مع لقاء الخميسي. اوكي. فالمسلسل ده كان اسمه زي القمر، صح؟ زي القمر. فالمهم ايه، احنا كنا عملنا اغنيه مش بتاع جواز دي ونزلناها فعلا. ما تقولش حاجه انت مش قدها تاني بقى. ما هو الموضوع ما كانش يخصني، خلي بالك ما كانش يخصني ساعتها. فالمهم ايه، لقيتها بتكلمني بتقول لي بقول لك ايه، احنا عندنا مع منى الشاذلي بالليل وعايزينك معايا. قلت لها انا مالي، هم كانوا عاملين لقاء مجاميع يعني عاملين لقاء لبتوع المسلسل، انا دخلي ايه في القصه يعني ما اعرفش. فالمهم كان في ممثل معاهم واعتذر، قصه كده طويله مفادها يعني، انا اروح. قلت لها مش، فانا يعني انا كنت واخد الجيتار ورايح. فعملوا معاهم لقاء شويه في الاول واتكلمنا بقى عن المسلسل وحسيته بايه وما اعرفش ايه بعد كده فجاه انا هخش. فدخلت قعدنا ومنى الشاذلي رحبت بيا جدا وبتاع، وقعدنا نلعب ومش عارف ايه، وفي النص رحنا مغنيين اغنيتين. وانا هدفي او وانا وجودي هناك عشان اغني الاغاني بتاعت جيلان. اوكي. ان جيلان عندها مشروع موسيقي. بس يا معلم الاغنيه بتاعت مش بتاع جواز دي دمرت العالم. طب فانا معتاد على الحاجه يعني، عارف بقى الاداء ده، بس ما كنتش مصدق يعني انها جت من الاغنيه بالسرعه دي في الاجواء دي فبس بقى فهمت ان ايه، لا احنا يعني ان شاء الله مبارك فلدرجه ان احنا اتجوزنا بقى يعني، فاهم؟ يعني الموضوع نجاح الاغنيه بأثر على لا انا رجعت من البرنامج ده شايف جيلان بطريقه تانية. مش عارف ليه، مع ان انا مش معتاد على كده ابدا يعني. انا اشتغلت انا ويسرى سنين مع بعض وما حصلش اي حاجه بينا خالص. احنا بنشتغل بنحب الشغلانه وتمام اخوه جدا يعني، مفيش حاجه خالص بجد. واحد صاحبي يعني، ومفيش واحده عملت معاها اغاني بعد كده حبينا بعض يعني، مفيش الكلام ده. بس لقيت بقى جيلان لا يعني عجبتني، فقلت لها بقى يوم والقصه بقى المعتاده في الاول اتخافت. بتكرمش وشك، انت قلت حاجه حلوه كمل للاخر. عجبتك. لا اصل انا كنت خلي بالك بقى رجوعا للموضوع ده، انا كنت عمال اقول لها بقول لك مفيش وقت ما عنديش وقت. فمش فاهمه ايه اللي ما عنديش وقت لايه وبتاع. هي عايز تاخد ايه، عايز تاخد راحتها ووضعها طبعا وتقول لا وتقول انها قلقانه يعني وانا فاهم سخن جدا وبتاع، لحد بقى ما قلت لها يلا نتجوز عشان الدولار هيعلى يعني اصلا. قلت لها احنا بس والله سبب مقنع. بص هي بتحطها في سياق درامي بيعجبني، انا بحب اللف والدوران بعدين رزع الافيه. انا مش بتاع افيهات بس يعني قصدي ايه، فكره بتاعت هي متوقعه ان واحد هيكلمها لا انا بحبك وما تيجي نتجوز عشان مش قادر اعيش من غيرك، مش قادر اعيش من غيرك مثلا. قلت لها لا احنا لازم نتجوز بسرعه لان الدولار هيعلى بس. وبتاع المشكله انا اللي مش فاهم، عايز اعرف الناحيه الثانيه حصل ايه. انت شفت الناحيه الثانيه في المهم هي طبعا بالنسبه لها هي الموضوع خدته افيه يعني بعد كده وحوشته فاستعملته بعد كده وطلعت منه مفيش حاجه بتترمي. بس هي الفكره ان لا يعني هي كانت وافقت وابتدينا القصه واتجوزنا. ما عملناش اغاني بقى من ساعتها الحقيقه غير اغنيه واحده بس يعني، بس احنا يعني جايين يعني انتوا ما كنتوش قاعدين مع بعض وعارفين تعملوا اغاني، فاهم؟ لما قعدتوا مع بعض ما عملتوش اغاني. بص احنا كل يوم بنعمل 50,000 حاجه، بنقابل 50,000 بني ادم، بنعمل 50,000 مشوار يعني فعليا عشان نقعد ونعمل حاجات. الانتاج قل قوي
قوي يعني. مشكله. بس يعني احنا بنحاول نحط تايم فريم، لان هو انا اكتشفت ان الناس حبانا مع بعض جدا. يعني الناس لما بتقابلنا مع بعض او بتشوف لنا حاجه مع بعض عايزه تشوفها يعني. انا استغربت، انا اول مره حضرت الارتكاريه قلت هلاقيكم بتغنوا بس ما لقيتش ده. لا يعني هي انا كمان هنضم لهم في التمثيل. انا واخد بتاع 5 ورك شوبس تمثيل مع لوك. اوكي. وبحبه، واصلا كنت عايز امثل قبل ما اعمل مزيكا يعني. من وانا في ثانوي كنت بفكر اخش معهد سينما عشان امثل. ما كنتش فاهم بقى ان معهد سينما ده اصلا مش بتاع تمثيل يعني. يعني بس هي قالت لنا معهد كده سينما خلاص هطلع ايه مخرج، لا اكيد ممثل. فبس قلقت يعني من الحكايه دي. وبعدين المزيكا خدتني بقى، شدتني اكتر وبتاع. فهم بس انت تعرف تعمل كده. ده هو بيقلد صاحبه دلوقتي، كان كاركتر تقدر تعمل كده. ده عادل امام. ايه ده؟ بحبه قوي. طب ما يلا طب ما تعرف ان هو كان السبب ان انا عايز امثل يعني. ماشي يعني. وانا في التسعينات ابتديت انا عايز اشوف هو بيقلد عادل امام يعني. بص هيفوت اي كلام دلوقتي لحد ما تقلد عادل امام. لقيته بيقول لك طب ماشي ايه على جينز، فبقول له حنفي القبه او مش عارفه ايه اوكي. فقال لي طب استني بقى فعمل. لما عملت ايه؟ استاذ. لا ممكن تسالني سؤال اجاوبك زيه يعني كلمني كده. انت ممكن تسالني في الموضوع بتاع المزيكا ده اجاوبك فيه. عشان احنا قلنا في الاول سؤال وما جاوبناش عليه بشكل مختصر. ازاي بنحول الافكار والبريف اللي انت بتاخده لمزيكا بنسمعها؟ بتعملها ازاي؟ شوف انا هقول لك على حاجه. بص انت لما بتيجي تفكر في المزيكا على الآلة، ما انا مش هو قال جمله واحده بس انا اتعشمت وخلي بيا. لا هو كمان بيسالني بجد. قول اللي جابها عادل امام. اسال بقى كده تاني. ازاي بتحول الافكار لمزيكا بنسمعها؟ بص هو في طريقتين للتفكير في الموسيقى يعني. انت ممكن تفكر بالآلة. صايع. كمل بقى. حلو قوي. ممكن تفكر بالآلة او ممكن تفكر بمخك، ان انت تفكر في ولا ايه؟ حلو ده الله، ده انتوا مجانين، انتوا هتخلفوا ايه؟ شيء جميل، خلي بالك. فالمهم يعني في طريقتين فعلا تفكر فيهم في المزيكا. بس رجع يكشر. لا خليك عادل امام. بص انت لما بتمسك الآلة انت الآلة بتسوقك. يعني ايه؟ يعني انت عندك معرفة بالآلة في حاجات اللي انت تعرفها في الآلة، اللي حاجات اللي انت مذاكرها. انت فهمت الجملة دي؟ انا ما فهمتهاش، معلش. يعني انت انا بس مسكت الجيتار، انا بمسك الجيتار، انت بتعمل ايه؟ اول حاجة بتعملها وانت بتلعب مزيكا ان انت بتفك ايدك الاول. ماشي. اللي هي الاداة بتاعت التعبير بتاعتك عشان تاخد إدارة كاملة للآلة. اوكي. عشان تقدر تنفذ بيها. تعمل ايه بده وتعمل ايه بده عشان تقدر تنفذ بيها اللي انت عايزه. ماشي. خلاص. وانت بقى بتعمل العملية دي بتتعلم حاجات. الحاجات دي بتبقى اسمها ماسل ميموري، ذاكرة العضلة. صحيح. اوكي. اللي هي فيها تمرينات بقى، السلالم ومش عارف ايه وبتاع. فانت بتعمل ايه بقى لما بتيجي تمسك الجيتار لوحدك؟ بتبتدي تلعب الحاجات اللي انت عارفها، اللي هي جايه بقى من حته سولو لعبته، حته مزيكا تعرفها، سلم، تمرين، انترو اغنيه بتحبها. فبتعمل ايه؟ الاله دلوقتي بتسوقك في المعرفه بتاعتها. فاذا دلوقتي انا قدامي مشهد لنور الشريف اللي ورا ده، نور الشريف بيعمل حاجه مؤثره جدا مع حد. لو انا مسكت الجيتار وقعدت العب كده، هجيب من دفاتر، هجيب ماسل ميموري بقى اللي هي عارفاه. انما انا اذا حطيت الجيتار ده على جنب وفكرت بس، يعني اتأثرت بالمشهد، قعدت تفكر فيه، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة انت مخك بيبقى حر، مش مرتبط بأي آلة دلوقتي. انا بفكر مثلا في المشهد، فانا شايفه، تأثرت بيه، طب هو دلوقتي حاسس بايه الراجل ده؟ خليني احاول امشي معاك خطوات. اذا احنا دلوقتي بنحول الافكار لمشاعر. هديك مثال حي. ماشي. انا اول مشهد اتبعت لي في حظك اليوم ده كان بتاع هدى المفتي، وهي المفروض تعمل حاجات يدويه وكده. فكانوا عاملين فوتو مونتاج كده، وانا كنتش عارف يعني ايه فوتو مونتاج، بس هم قالوا لي كتر خيرهم يعني.
الفوتومونتاج ان هي عماله تلعب بحاجتها وقطات وبييجوا زوم عليها وهي بتعمل كده حاجات بيوتي شوتس على ما اعرفش ايه كويس. مشهد فيش حاجه خالص. وانا مش حاسس بحاجه ناحيته خالص لان مفيش حاجه بتتقال ومفيش حاجه بتتعمل. هو فيديو كليب. اوكي. وانا ما اعرفش الفيلم ايه، ما شفتوش. وده اول مشهد. فانا خلقت قصه ليا انا. اوكي. اول حاجه خالص انها بنت حلوه وبتستعرض حلاوتها بحاجتها. انت اشتغلت شغلانتين انت كده، اشتغلت كاتب ومخرج. ما انا ما عنديش حاجه اعملها دلوقتي. انا محتاج اطلع اي مشاعر. اوكي. اي حاجه. فاعتمدت على خيالك قبل. فانا اعتبرتها على نبني الحكايه مع بعض. اعتبرتها كده. ابتديت تشوفها بقى هي حلوه فعلا وماسكه حاجتها اللي هي عاملاها بايديها عشان هي فنانه، يعني عملت لها شخصيه كده كاركتر بروفايل. دي خلاص شغلانه صعبه جدا. وقلت بناء عليها مثلا هي هتبقى التخيل الفلاني. اول تخيل عملته اللي هو مزيكه يعني مدارس امريكاني. افلام المدارس الامريكاني. وبعد كده ما عجبتنيش خالص. سمعتها الجيلان ساعتها قالت لي وحشه قوي. وبعدين وانا بكلمها على التليفون على الصراحه. ايوه طبعا. كويس والله. ما لازكش في احلى. لا انا وحشه. انا بثق في رايها قوي. هي كانت معايا في مهرجان السينما ده برضو واتشجعت قوي وعجبتها وسخنتني فاحنا بنتكلم في التليفون كان بالليل جدا وبتاع. جات لي الجمله بقى بتاعت السين ده. لقيتها بقى. يعني هي يعني جمله بيانو تانجو كده على واحده كبيره تحت. واحده كبيره في الايقاع يعني مصري يعني عربي يعني. واحده كبيره دي بالك يعني اللي هي تومد. اوكي. تومد. ارجع تاني. فجت بقى الجمله دي. فكنت معاها التليفون سجلتها بسرعه جدا وبتاع. قفلت معاها سجلتها على التليفون. جت معايا. ده بقى خرجت منها بقيه الفيلم. كل ده مش بلعبه. هي جت هنا في دماغي يعني باللايرز بتاعتها كمان مش جمله. لا اللايرز بقى بتيجي بعد. اللايرز بسمعها بعد كده. يعني اسجل الجمله وتشتغل الجمله الميلودي ترى مش عارف ايه. بعد كده ابتدي انا اسمع بقى الحاجات اللي ورا. ايه اللي هيحصل ورا. ايه القصه ممكن يحصل ايه ورا. فبتيجي معايا كده. فاي حاجه الفتها انا الفتها في مخي. حتى المزازيك اللي انا بعملها للناس التانيين هي انا عارفها وعارف الميلودي. فاول حاجه بعملها بسجل الميلودي. ماليش دعوه بالاصلي خالص بقى. فببتدي انا اسمع بقى حاجات تانية ورا خالص. اسمع رتم تاني. اسمع توزيع كمانجات تاني. طب في آلات معينه بتعبر عن مشاعرك او عن خيالاتك دي. خلينا نسميها خيالات صح كده. بتعبر عن خيالاتك اسهل. يعني الكمانجه تعبر عن الشعور الفلاني اسهل. لا ما فيش كده. دي عارف دي عامله زي ايه. دي عامله زي ولا دي خدعه. لا دي عامله زي شنطه الرياكشنات بتاعت الممثلين. اللي هو فاهم توتر. يعني مطلعين توتر. لا هي مش كده. يعني الآلة الواحدة تديك توتر وتديك ثقة وتديك سعادة تقدر يطلع منها يعني. طبعا. لا بس انت بتبقى حاسس ان الحتة بحتتها. يعني انا وانا قاعد مع هشام فتحي. هشام فتحي كان المخرج بتاع مهرجان السينما. كويس. فقال لي السنة اللي فاتت اتعملت مزيكا بس مش عربي قوي وبتاع وفيها هاوس كده. قلت له طيب انا شايف ان بطل المهرجان ده احنا عايزين مزيكا مصري مثلا. قال لي جدا وبتاع. يعني هو مش اختراع يعني. صحيح. مهرجان القاهره السينمائي الدولي يعني مصري. هنعمل مزيكا مصري. صحيح. قلت له مصري. قال لي برافو عليك. هو ده. فقلت له طيب انا شايف البطل قانون. فاتبسط قوي. ده عجبه الكلام ده بقى قوي. قال لك قانون بقى ده احنا كده ايه تخت شرقي بقى. عارف زي اللي بيقول لك كلب تخت شرقي. فالمهم ايه. فانا نقيت البطل فعلا قانون وناي. والاثنين اصحابي والاثنين يعني سجلوا معايا بشكل سريع جدا. فانا رحت. هو طبعا قعد هشام يقول لي كل مساوئ المهرجان ان انت مش هتستفيد حاجه من اي حاجه وبتاع. فقلت ايه المصيبه السوداء دي. وانا مروح قلت بص انا بقلب في التليفون لقيت انا ساعات تيجي جمل في دماغي كده سجل اولها بس. فقلت دي يمكن تنفع. فرحت البيت عملتها كده اولها وبتاع. قلت انا هبعتها له. اتبسط هنكمل. ما اتبسطش مش عايزين قلب الدماغ بقى يعني الموضوع.
فاتبسط. أيوة. المهم بعد ما اتبسط بقى ابتديت اسخن بقى، وابتدت الافكار تطلع وما اعرفش ايه. ناي والقانون كانوا هم الابطال. ورحت بقى حضرت الافتتاح انا وجيلان، وسمعتها بقى على السماعات، وكنت مبسوط قوي 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 لانها كانت مؤثره. وبعدين شغلوا عليها فيديو للممثلين اللي توفوا، وكانت يعني ايه، يعني انا لو كنت قاصد ارزعها بالمنظر ده في المشاعر يعني بالطريقه دي ما كانتش توصل انت لكده. كنتش عارف ان هم هيشغلوا ده، بس لا. هي حظك السينك كان حلو. انا خدت سياق مهرجاناتي في مخي. ما احنا خلي بالك، احنا طول ما احنا قاعدين لما تروح محل قصب بتاع سامع مزيكا ورا، بس انت مش واخد بالك. انت عقلك الباطن سامعها. ايوه. وانا بالذات بقى عقلي الباطن موسيقي جدا، فسامعها كويس قوي. اوكي. وسامع كل جمله بتتقال كويس قوي. بتيجي تطلع لي بقى في حاجات تانية. استدعيها، بس مش بستدعيها، هي بتطلع، هي اتطبعت جوه. فاهم؟ فانت بقى ممكن ألف حاجة والاقيها تطلع عادي. طب يعني من القعدة اللي احنا قاعدينها دي، حاسس ان مزيكتها شكلها ايه؟ انتوا الاتنين القعدة دي يعني لو هنحط دلوقتي باك جراوند ورانا، اختار النوع، حتى الجونرا مش لازم نقول حاجة، يعني تحس ان الجونرا بتاعتنا ممكن تبقى ايه؟ عدوية. معلم. ده محطوط على فكرة في التتر الاولاني. لا والله. لا عدوية جدا. انا بحبه جدا، يعني بحبه جدا. معلم والله جدا. هو بحبه بسبب واحد صاحبي اسمه مصطفى عباس. هو ما تشتموش. لا خالص، ده ما اقدرش اشتمه، بس هو ضخم جدا. ضخم وشرير يعني. اسمه ايه؟ اضخم من صاحبك الاولاني. اوكي لا تمام. لا مصطفى حاجة تانية. فمصطفى عباس بيغني، هو بيلعب درامز مع كل بقى نجوم الوطن العربي وبتاع. فانا وهو وواحد صاحبنا تالت اسمه احمد طارق، احنا صحاب قوي بس في الحته البروفيشنال، مش حته الفرق. يعني احمد طارق ده بيانيست وكيبوردست بجد بقى وبتاع، ومصطفى درامر بجد. فمصطفى بيغني عدويه حلوه قوي قوي. وبيتكسف ما يكلمهن. طب ما يجي لنا. لا بيغني حلو. يعني احنا مره كنا مسافرين وفي اوتيل كده، فلقيته نازل بشبشب وشورت وبتاع، وبيغرف اكل وهو مليان جدا وبتاع، وعمال بقى يغني الحته بتاعت كان اغنيه العدويه كده بتقول ايه، شدوا الكراسي دي، اللي هي دخلك العنبري اشوي لك الجمبري. وعمال بقى بيغني بمزاج بقى، وماسك مندي هرس وبتاع، فاهم؟ لا هو مسنك يعني، بياكل وبيغني برضه. لا بيغرب بقى لسه. انا قابلته على البتاع وهو بيحط. فانا طبعا ضحكت ضحك كتير، وبقيت كل ما اقابله عايزه يغنيها لي. واحنا مع بعض يغنيها. اول ما حد يجي يتربس بقى مش عايز. هو درامر بقى، ودكتور اصلا في الجامعه بيدرس درامز في الاي سي وقصه يعني. بس هو عدويه، ده عدويه اللي احنا فيه ده. انت متابع البروديوسرز الجداد قبل ما ننقل على اللعب؟ بروديوسرز ايه يعني؟ يعني مثلا دلوقتي الراب سين هو اللي سايق بقى له فتره، فمتابع البروديوسرز اللي فيه ولا مالكش في الحته دي خالص؟ بص انا مش متابعهم قوي، بس بسمع الحاجات دي صدفه على انستجرام وكده. انا مش يعني ايه، مش معني بفكره. يعني في ناس بتسمع، او اللي بيسمعوا بعض بيسمعوا بعض اكتر عشان يعرفوا التانيين بيعملوا ايه، عشان ينافس. يعني فاهم قصدي؟ انا الحقيقه طول عمري مش منافس لحد خالص، ومش عايز انافس حاجه. يعني انا عايز اعمل اللي انا بيبسطني، ولو بسط الناس ابقى سعيد. انما انا مش بشوف مثلا فلان عمل ايه فنجيب بقى صوت مش عارف ايه ونعمل معرفش ايه وبتاع. يعني مش دي طموحاتي يعني خالص. هسألك سؤال في المطلق بس برضه ممكن، ايه اخر اغنيه جديده عجبتك؟ اخر اغنيه جديده والله في واحدة عاملها موزع نعرفه، اسمه كريم أسامة. كريم أسامة ده الرابر؟ لا ده موزع عادي بقى، مش ناحية الراب سين خالص. كان عامل أغنية لتامر حسني جديدة لسه، مش فاكر اسمها. طب مش فاكر اسمها، لا بس عامل فيها مزيكا بتاعت الفالنتين. اوكي. بس عامل مزيكا ورا. انا اول ما ببقاش هو فاكر ببص ناحيه حد يقول لنا حاجه. عامل مزيكا ورا مش عاديه. عمل انغام حاجات، وعمل عمل حاجات كتير قوي، وهو عنده عقليه موسيقيه فذه بجد، ذوقه خطير. فعجبتني قوي، فقعدت اسمعها كنت مبسوط يعني. انت جبت كام في ثانويه عامه؟ بالخمسينات يعني. الخمسينات.
50 ده انا تاريخ. داخل 3 جامعات بقول لك مش ايوه صح. عندنا هنا كله بيجي بتاع الميديا، فاحنا عارفين في الميديا انت كنت شاطر قوي يعني انت كنت فاشل قوي. لا انا العيال الشاطره دي ما كانتش بتيجي معايا سكه يعني. معلش بالراحه عشان جاينا كانت شاطره وشيكو كان شاطر باستثناء يعني. ما هي مراتي خلي بالك وهي حبس برضه معايا تكون شاطره يعني طبعا يعني عشان النشء اللي طالع ده يلاقي حد. وبعدين بنوته وبتاع، فانا افهم الكلام، بس العيال الشاطره دي اللي هي الرجاله وبتاع بتبقى حاجه خلاص بقى مش عارف اعمل له ايه. هيسيب لي دي مش عارف اعمل له ايه. لا اصل هم كانوا كنت ده هندسه فكنت شاطر. يا شيكو ليه كده يا بابا؟ بس بتاع ودخلت تجاره بجد والله. هو لحق نفسه يعني لو ده هيطمنك ليه اكتر. لا خلاص انا ما قابلتكش وانت طالب فتمام حصل الحمد لله. مشكلتي كلها كانت مع العيال وهم طلاب، يعني العيال بتقعد قدامه وبتذاكر وبتاع. بعدين من المدرسه بقى هم العيال دي كانت منظمه قوي، معاها سندوتشات منظمه فاهم. ما كنتش كده والله يعني. وبعدين هم كانوا بيحتقروني بس بيخافوا. ايه السندوتشات المنظمه دي؟ ما انت مش فاهم بقى. هتلاقيه بقى بيطلع الكيس واخد بالك وملفوف في فويل بقى كل سندوتش واخد والله. ما هي الجبنه البيضه لو قعدت شويه هتسيح. فاهم هتخلي الكيس ماي ما ينفعش تحط مع البانيه اصلا. امال ايه؟ ما باقي العزومه. اوكي. مع عمتي كانت عندنا. انا ما اعرفش الكلام ده بس انا اكيد ما تعرفش عمتي. انا امي كانت بتخليني اعمل سندوتشات حلاوه لنفسي وبتاع. ايه حكايه البانيه؟ كانت بشقياك يعني. ايه ده؟ في بانيه في سندوتشات في المدرسه؟ انا ما شفتهاش. انا شفت العيال ولاد الناس اللي هو معاه برجر وسوسيس وبتاع والحاجات دي. فالعيال دي كانت اللي هي بتبقى بتعرف على ثقافات اخرى غير الجبنه والخيار. احنا بيبقى عندنا اختبار ثانويه عامه بيمر علينا احنا الثلاثه. في واحده رخمه جدا 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 هتسالنا بطريقه رخمه قوي. اتمنى ان انت ما تضربهاش. لا تمام ماشي يعني عادي فاهم. يا بس طفله يعني وماله. فيعني ايه انا وماله دي قلقتني جدا والله. هنبدا بحصه الرسم. السؤال ده هيبقى موجه ليكوا انتوا الثلاثه واللي يعرف يجاوب صح. ماشي. اللي يعرف بقى. تعرف ايه عن العصر الرومانتيكي في الفن؟ ده اكتر عصر رومانتيكي في الفن كده. تعرف حاجه عنه؟ في الايه؟ في الفن. في الفنون التشكيليه. العصر الرومانتيكي. لا والله. ده كان وقت الرومان. لا عشان رومانتيكي يعني. ما هو يعني اي حاجه كلاسيكي. ده بقى كان وقت ايه؟ عصر الكلاسيك طبعا. هو احنا لو ما عرفناش التكعيبيه كانت. بص انا عموما من العيال اللي هي كانت بترسم دوريه و4 عصيان بجد والله. طب يعني مثلا عشان يطلعوا ايه شمس يعني؟ لا عشان يطلعوا انسان يعني. اوكي. وشمس ينفع برضه على فكره. لا الشمس دي كان ليها موقف تاني. انا كنت ارسم الشمس ازاي اللي هي مش كلها. عارف انت اللي هو في السقف كده ايه نص دايره وبتاع وكده. العصر الرومانتيكي لا مش عارفين. لا ما عنديش فكره. هو العصر اللي الفنانين اتحرروا فيه من كل القيود وعبروا عن مشاعرهم الحالمه كلها. كان الساعه كام ده؟ سؤال تاني. طبعا ما عندكش اجابه. لا ما اعرفش. المشكله بس الموضوع طلع منطقي فعلا. يعني انا قلت لك جرب. انا قلت لك ماشي. تاني سؤال. مين اللي رسم لوحه حقل القمح والغربان؟ ايه لوحه حقل؟ اكيد القرموطي والغربان. انا بس ما اعرفش انتوا براحتكم بقى. لما احس ان انا هعرف اجاوب هتكلم. لوحه ايه؟ حقل القمح والغربان. جنسيته ايه؟ مين اللي كان بيحب يرسم حقول؟ انا. لا مش انت. غيرك يعني. حد غيرك حد غيري بيحب يرسم حقول. دي حد معروف يعني. طيب هسهلها لك هبسطها لك. ماشي. حد بعد ما رسم اللوحه دي انتحر. دي كانت اخر اعماله. عارف انتحر فين؟ في حقل قمح. مش هو انتحر بعدها اخر اعماله. انا رسم وراح راشق تعرف رقبته. لا مش الدرجات دي. وقعد شويه. مين اللي انتحر في الفنانين؟ مين كان عنده اكتئاب؟ رسام. وديب. فان جوخ. ايوه فان جوخ. طب انت بتجاوبيش ليه؟ ما انت شاطره. وديب. انت انا عارفه فان جوخ بجد. وديب ده كان ايه؟ كان مسرح. خلاص اخر سؤال عشان تكسب بوينت بس. اي حاجه يعني حد فينا يكسب فمش هينفع. حاجات عاديه. كلمه من 3 حروف. ومال. اليسا قالت ارسمني في ليلك ورده فله نجمه. ورده في ليلك نجمه. اليسا تقولها نجمه. كان نفسي اكسبك طبعا. اليسا معلش انا سيد النقطه الوحيده اللي هاخدها. كمل. هي المشكله ان ده السؤال الوحيد اللي انا عرفت اجاوبه. لا لسه في حاجات. دي الحصه الاولى. هندخل دلوقتي على حصه الالعاب. بقى يا شيخ. ايه انواع السباحه؟ 6.
لا انا مش بسالك هما كام، انا بسالك ايه هم. طب مش نعرف كام الاول؟ فراشه. ايوه صح. حر. صح. خلفي. ايوه في واحده كمان بقى ايه اللي هي الضفدع دي. لا اخر واحده فراشه غطس. لا يعني انتوا جبتوه بالظهر وجبتوه فراشه الجوله العاديه. ايوه بايه بقى؟ التأديف دي اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي بيعملوا ايه؟ اسمها الصدر. الصدر صحيح. ايوه. مين الدوله اللي فازت باول كاس عالم للسيدات؟ ايه دوله فازت بكاس عالم يا الارجنتين يا أول- البرازيل يعني. في غلط. كاس عالم في الاتنين ايه؟ غلط في الكوره ولا في ايه؟ سيدات. اول كاس عالم كوره للسيدات. سيدات امريكا. برافو. ميرسي. دي كده يا تاني نقطه. انت بتذاكر ولا ايه؟ لا بس هم اللي كان عندهم اول كره قدم نسائيه. تقريبا هم صح. شطار. فاكيد هم اللي ياخدوا كاس العالم طبعاً. الأول. ايه هم اللي نظموه اصلا. الدوله الوحيده اللي بتشارك في اللعب في كل كاس عالم؟ برازيل. برافو. ميرسي. 3 نقطه استاذ لا مصطفى. ما انا ما اعرفش افتي. استني صدق. بص السؤالين اللي جينا انا هجاوب كنت بثقه هقول وانتوا تقولوا لي الارجنتين صح. الصراحه. ايه هي اقدم رياضه مائيه في العالم؟ غرق. الصيد اكيد. غلط. لا الغرق. ادم ايه؟ اقدم رياضه مائيه في العالم حاجه لما ما بنعرفش نعوم خالص بننزل البحر نعملها. بنقول ايه؟ التطبيش. بلبطة؟ التطبيش. بلبطه. بنقول هاخد غطس. ايه بقى الغطس. رياضه اسمها كده؟ الغطس. الغطس. اسمها الغوص. الغوص. ده انت رخمه قوي. ما الغطس هي الغوص. الراجل بدأ يسبح عليكي. بالسبحه للعيره اللي في ايده دي. المفروض هم قايلين لك يعني. مين هو اعلى هداف في تاريخ كره القدم؟ اعلى هداف في أعلى تاريخ كره هداف. القدم ليه ليونيل ميسي. مثلا؟ ليه غلط. مثلا؟ انت مالكش في الكوره ولا ايه؟ الحقيقه يعني لا الكوره ميسي- ولا السباحه كريستيانو؟ ولا ولا الرسم. الرسم. يعني لا كريستيانو. حد من البرازيل. رونالدو الظاهره. بيليه. انا قلت بليه اول حاجه اصلا. انت قلت؟ انا قلت بليه من اول امبارح. معلش. شاطر يا استاذ مصطفى. ربنا يخليك يا حبيبي. متشكر جدا. نقطه معايا نقطه جدا. خلاص احنا خلصنا حصه الالعاب. ها. هندخل بقى حصه الرياضه. ايوه بس ممكن اروح على فكره. ثانويه عامه. ما الالعاب دي رياضه. انت عارفه يعني ايه داخل 3 جامعات؟ انت قادره تتصوري ناتج الجذر التكعيبي. لا هاتي اللي بعده. هاتي اللي بعده. قولي بس يمكن. ناتج الجذر التكعيبي ل 125. 15. غلط. 5. برافو. ماشي. ده كان جايب انت 99% ده. انا اصلا كنت متخيل ان احنا المفروض نضاعف الرقم. مش فاهم. انا افتكرته بيقول اي حاجه. جذر تكعيبي يعني اللي هي بتاع اللي كانت بتتعمل كده وعليها 3 المفروض. أيوة. كل الحاجات اللي انا سقطت فيها يعني. ازاي تجمع 9 و7 عشان يطلع لك ناتج 4؟ ازاي اجمعهم؟ ما انت شرطتي عليا ازاي اجمعهم. طلع لك الناتج ايه اللي هو ايه؟ يعني عارفه اللي هي لعبه نشيل عصايه من 9 فتبقى 5. غلط. ما انا قلتش بسال على التكنيك. ما ده سؤال فيه اجابه خلي بالك. يعني نشيل عصايه من 7 تبقى 1 فيبقى 5 ناقص 4 1. هتعرفوا تجاوبوا ولا اقول؟ انت في خلقها ده يا جماعه؟ انا زهقت من الناس اللي خلقها ده دول كلهم كم كبير فيهم. هو بس في عبط زي اللي هو بيقوله ده ان انا اشيل عصايه من 9 واحطها هي في حاجه اعبط من كده بكتير. قولي تاني كده. قولي الجمله تاني. ازاي تجمع 9 و7 عشان يديك ناتج 4؟ في المشمش. الساعه دلوقتي 9 الصبح ماشي. هنضيف لها 7 ساعات هتبقى الساعه 4 العصر. جدع والله. لو كنتوا فكرتوا شويه كنتوا جبتوا. صح. لو عايز تشتم اشتم. طب انا اسالك سؤال انا ممكن؟ لا ماشي. انا اللي بسال هنا. ماشي رخمه فعلا. ايه عدد اوجه الهرم سداسي القاعده؟ سداسي القاعده. انت المزيكا كانت حلوه في حياتك. 6 اوجه. سداسي انا بديها له فرصه. عدد 6 ايه؟ اوجه. عدد ايه؟ احنا هندخل في حصه العربي. هندخل في حصه العربي. يلا. طب 6 اوجه. هم 6 طبعا سداسي انا القاعده. صراحه حاولت اديله فرصه بقول له سداسي القاعده وبتاع. لا انا خلاص بقى فقد الشغف. ماشي. حصه العربي. تراني اعصر خمرا. ايه المقصود بالخمر؟ يا انا فاكر ده في القران. عنب. ايوه صح. ايه؟ الهديل هو صوت مين في اللغه العربيه؟ ميه. غلط. والله نهر. غلط برضه. الحصان. الشلال. الصهيل هو اللي صوت الحصان ده. هديل اخت الصيد. هديل باللام. دي البحر. انا فاكر الاشجار ورق الشجر. الحمام. انت بتزهقي ليه كده؟ احنا لو خدنا منك البتاعه دي مش تبقى عارفه. الحمام. الحمام يا بيه.
حمام المحشي يعني ولا الحمام العادي؟ ردي عليا. عندنا فعل معتل للاخر. عندنا ايه؟ فعل معتل للاخر. ماشي. معتل للاخر اخو معتل عنده اعاقه يعني. علامه جزمه ايه؟ السكون. ضرب. مش السكون الفتحه؟ طيب هو معتل للاخر. هنجزمه ازاي بقى؟ هنحذف الحرف الاخير، فهيبقى مجزوم بايه؟ بالايه؟ بالحذف. بحذف حرف العله. ده حقيقي. صح بس بنسكن الحرف اللي بعد صح كده. دلوقتي هندخل على حصه الانجليش بتاعتك بقى، ده تجمع. احنا هنقعد ساكتين. سنجورج والويلي فاحنا بره. جورج هتشتغل بقى. المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ انت دي سالت السؤال بالعربي يعني. مش دي حصه انجليزي؟ مش اللي هو فيرب زائد اي ان جي؟ ايوه برافو يا استاذ. برافو عليا والله. ايه فيرب زائد اي ان جي. present continuous يا اوكي. ماشي. قول لنا بكسبك اهو. يعني ايه تروما؟ ها تروما جات لي عقده يعني. لا جات لي تروما. ليه بيجي لي تروما ليه؟ انتي كشخص صحيح معرفش يعني صدمه، تجربه سيئه. السبيلنج بتاعها. طيب اي حاجه. هي عايزه تنفعك يعني. اي حاجه اصلا يعني هو رقم واحد اظن لغايه دلوقتي. ايوه هي عايزه تنفعني بناء ان احنا هناخد حاجه وانا ماشي. هو مكسرات برضه بتاع. انت ضيف بقى. لا خلاص يبقى مش مهم. اخواتي كسبوا. طيب هدخل على حصه العلوم. قال يعني اللي فات فتح حاجه. المدرسه اللي جنبك دي هتلسعك دلوقتي مش تخلصي. على فكره مش فاهمه. على فكره هو ده كان التاسك ان احنا يبقى عندنا حصص كتير. شوف اللي بيجمع الاسئله بقى. ماشي. حاجه ملهاش شكل ولا هيئه. الهوا. غلط. ميه. برافو يا استاذ مصطفى. طبعا امال ايه؟ بوينت الاستاذ مصطفى. اكيد. معلش انتوا بتشوفوا الهوا؟ معلش بس هنقف هنا. معلش انا قلت حاجه عليا انت. انا قلت حاجه. الهوا مش حاجه. صح. خد على قد عليها خليك خلص. النجوم عباره عن ايه؟ انفجارات. غلط. ماشي. كواكب. لا النجوم حاجه والكواكب حاجه تانية. حبوب. ايه كواكب معتمه. ايه صح ولا غلط؟ كويكبات. بس كمل. النجوم ايه بقى؟ يعني مثلا الشمس بتنور. فهي الشمس دي بقى متكونه من ايه؟ من غاز. والله انفجارات. خلصنا. بس كده. هندخل حصه الجغرافيا. دي دي اخر حاجه خالص. الجرس هيرن. دي اخر حاجه خالص. مش اللي انا هتقوم ترابنا. قلت لك في ايه بقى خلاص. تدرسوا تاني. خلاص دي اخر حاجه خالص. نهر الامازون بيصب فين؟ ما مش ينفع كده. نهر الامازون. هو في نهر تاني غالبا. لا في محيط. صح. الهادي. غلط. الهندي. الاطلنطي. غلط. قول اي حاجه. اطلسي. برافو. انا عارف كل كده يبقى كسب. بالك. على الخريطه ايه الدوله اللي فوق دوله البرازيل؟ بيرو. غلط. بجد؟ دي حاجه مشهوره جدا. حاجه مشهوره؟ ايوه دوله فوق دوله البرازيل. امريكا. انت عبيطه. انت صوتك على ايه؟ بقول لك انت بتقولي بصوت. هي بتقول له هو امريكا. برافو. جبتها ازاي بجد؟ اخر سؤال. مجهود سنين. اخر سؤال بقى. غششهولك بقى عشان تبقى كسبت معانا النهارده. اللغه الرسميه في كندا. فرنساوي. برافو. لا دي كتبها لوحده. اعترضتي على كل اللي فات. معروف. خلاص كسب معانا النهارده. حصل كده خلصنا الاسئله. شكرا والله. كسبت معانا النهارده. اخر حاجه. بغض النظر عن العبط اللي احنا كنا فيه ده. بس لا ده انت انا اسف. بص يا سيدنا احنا اصلا شركه بتنتج صوت كويس. فبتهتم بالاصوات جدا جدا وبتهتم كمان ان ازاي الصوت اللي بنشغله معانا يعرف يعبر عن النص اللي مكتوب. فاحنا بيبعت لنا كتير قوي اصوات بنختبرها يعني نسمع الاول هل هو صوت ينفع ولا لا. لو ينفع تعالى بقى الاستوديو اعمل تيست ويلا بينا نشتغل مع بعض. اوكي ممثل يعني تقدر تعتبره كده في بعض الاحيان. فانت تسمع معانا اصوات وهنقيمها سوا وبسرعه جدا علشان ماشي. شوف في حد هيضرب. عشان خايف. فيلا نسمع بقى الاصوات. اول صوت
فتحت الباب وتطلعت إلى الشبحين اللذين وقفا عند مدخل الحديقة، وقد كادت ستائر الظلام التي أسدلت لتوها تطمس ملامحهما، لكنها تبينت شكليهما من موقفهما ذاك. كان أحدهما يبدو غائبا عن الوعي تقريبا، وقد أحاط صاحبه خصره بذراعه اليمنى في حين شده من ذراعه اليسرى التي مررها خلف عنقه حتى يساعده على الوقوف. تسارعت دقات قلبها في إثارة، وقد أيقنت أنها مقبلة على مغامرة ما. فالوشاح الذي يتدلى على صدر أحدهما كان شبيها بالألثمة التي يستعملها المقاومون في العمليات الجهادية. انت عايز يكمل تاني ولا؟ لا انا كنت مستني بس لو في حوار، بس واضح ان مفيش حوار في النص ده. ايه رايك؟ يعني ظريفه يجي منها يعني. انت هنا بتجامل ولا لا؟ اوكي، يعني يجي منها اللي هي حاسه ان في حاجه بتحصل يعني، فبتحاول تتوحد مع النص يعني. اوكي، بس مش دايما بتنجح يعني. اوكي يعني هي دي بقى النقطه. انا موافق على اللي انت بتقوله جدا. هي عندها الادوات كلها بس مش عارفه تستخدم انهي اداه امتى. يعني هي منطلقه جدا في حاجات ما يصحش تنطلق فيها. هي عامله زي هي تمثيل. هو التمثيل تقطيع الكلام بالاداء بالمعنى. هي تمثيل، بس بالنسبه لي اكتر يمكن علشان انا كفويس اوفر في الحته دي. بس هي بتعمل الكتاب الصوتي بطريقه الاعلانات. انا حسيت كده هي بتعمل فويس اوفر وده غلط. ده حقيقي. لا انا ترجمتها حاجه تانية. هي في جزء حاولت تتوحد والجزء التاني هي بتحكي لك. اوكي، يعني شفتها بتحكي لي. اوكي، يعني هي بس الكنترول زي يعني هو اللي بتقوله ده كله معناه ان في حته عملت الكنترول مظبوط، زي ما قالت لك ايقنت. هي مثلت هنا صح. بس لما قالت دقات قلبها بقت بسرعه، ما قالتش، ما ادتنيش نفس احساس ايقنت، ما لعبتش بنفس الطريقه ونفس التكنيك. لو عملت النص كله زي كلمه ايقنت كان النص كله هيبقى مقنع. بس ده بقى بيقول ان في منها امل يعني. طبعا 100% صح مظبوط. نسمع اللي بعدها. بس يعني نصيحه بس للناس، انه ودي ساعات بتحصل لي انا، بس انا برضو بعالجها بالسنس، مش بعالجها علشان انا فاهم بتتعالج ازاي. بس في حته هي حصلت لها اكتر من مره، زي الوشاح، الصوت بيروح مننا فجاه. الطبقه هربت منها علشان برضو هي لسه كنترولها في انفعالاتها ما هوش مظبوط. يعني انا كنت بسأل عز على فكره ازاي بنحول الافكار لمزيكا. هنا بنقول بقى ازاي تحول المشاعر لطبقات صوتك. يعني ازاي تعبر من خلال طبقات صوتك علشان انت تحس بيها. فلما هي بتنفعل زياده عن اللزوم بتفقد السيطره، زي اللي سايق والفرامل ثابت. اوكي، هو ده اللي حصل بالظبط عندنا. بس هو انا شايف في الاخر انها بتحكي. صحيح طبعا. هي يعني انت دلوقتي هتعمل زي اللي هو الممثل اللي بيقول لك الشخصيه اللي بتروح له مش هو اللي بيروح. اوكي، يعني اللي هي هتروح له هو شخصيا، انت بتحبه كممثل، فهو هياخدها يعملها بطريقه عادل امام مثلا. دي مدرسه تانية. احمد زكي بقى بيتوحد هو مع الشخصيه. فهي محتاجه تختار بس تون هي هتحكي لك بيه، ومنها بقى تشوقك وبتاع، لان هي مش هي اللي بتمثل، هي بتحكي اللي بيحصل. صحيح مظبوط. اللي بعده. علامات الإعجاب في عيون من تتوق إلى محادثتهن من الفتيات. هل تذكر آسيا غادة الكلية وفاتنة القلوب فيها ذلك الحين؟ كانت هجينا تونسيا فرنسيا، حسناء بشكل لم تألف. لا خالص يعني. وأنت مكسل. مكسل. لا هو مش مكسل، هو مونو كده. فانت تحس ان انت هتنام عادي. بس بيسجل وهو عامل كده. وأدائنا الجسدي بالمناسبة واحنا بنسجل ليه علاقة باللي بيحسه المستمع طبعا. يعني إذا انت بتنفعل وبتعمل وبتنهج وعندك تفاصيل، يعني انت لو ما خرجتش من الاستوديو والتكييف شغال عرقان، انت عندك مشكلة كبيرة جدا انك ما وصلتش المشاعر بشكل صحيح. انا حاسه يعني لو حد يعني اصحى كمل النص. ما قدرتش اكمله يعني. صحيح. في حاجات عامله حادثه وحروف كده. ده ما احنا لو رحنا بقى يعني لو كنا عدينا المرحله الاولى كنا وصلنا بقى للتفاصيل مخارج الحروف وبتاع، ما رحناش للاسف. يعني اي حد بنقول انه لا ده مش معناه انه تمام يعني. حاول تعلمنا تاني ارجوك. طبعا. اللي بعده لو لا على اللي هو بعته بالظبط. ألقيت نظرة أخرى عليها وعلى الثوب الملتف حولها في إحكام، وبتردد صدى كلماته في رأسي خطرت لي فكرة واضحة عما حدث، فقلت:
فكرت في مفاجأته في جناحه. قالت: أجل. واستطردت: لكنه لم يكن وحده. كنت آمل أن تتابع سرد ما حدث. تمام. قالت مغفلة الجزء تمام، المتعلق صوتها بجر. دي حقيقة انا عارف مين على فكره. اوكي، ده حد من انا عندنا. بعرف ولادي من اصواتهم. اوكي، مين دي نور، صح؟ دي؟ نور الصباح؟ صح؟ لا مش نور الصباح، نور علام. نور علام. نور علام. معقولة؟ مين نور علام؟ عارف دي في الكتب الصوتيه ده بجد. نور علام في الكتب الصوتيه زي اصاله في الغنى. لا والله والله لا، هي العظيم. باين عليها انها صوتها نظيف قوي. حد متمكن جدا، اه لغته هايله جدا جدا، باين. مالك ادواته ومنطلق وما بتخافش. لا إنها هي ينص شكلها عامله الشغلانه دي كتير يعني جدا. انا سامع كده. ورغم ان انا متخيل ان نور عندها 25 سنه مثلا. لا والله. أوكي. بس انت ما تفهمش ده من صوتها خالص. صوتها اكبر. صوتها اكبر. هي صعيديه من هنا وشقيت. انا بحكي لكم علشان بس الناس اللي بتسمع برضو تبقى شايفه ان لا، ما احنا شقينا وبعتنا وما توافقش علينا وبعد كده بقينا الطفل المعجزه وبعد الطفل المعجزه بقينا اكتر شاب موهوب وبعد كده دلوقتي انا بعاملها وهي عندها 25 سنه على انها فعلا تقيله. لا كويسه جدا. انا اشتغلت على نفسها جدا بصراحه. ما كانش في ملحوظه من اللي بنقولها زي اللي احنا بنقولها دلوقتي على اي صوت ما بتشتغلش عليه. اوكي. انا مش خبير برضه يعني، انا على الله يعني. بس احساسك بالصوت يعني مختلف يعني. انا اقدر افهم الانفعالات من الصوت يعني هي عبرت اظن صح بالنسبه لك. بس عبرت بصراحه يعني زي ما هو المفروض يتعمل عادي طبعا. يعني مفيش ابداع يعني، مش صحيح. يعني عامله زي اللي بيتعمل. بس شغلانه الكتب الصوتيه خد بالك الكتاب بيبقى 30 ساعه. فانت اصلا لا صح ولا تقدر تعمل اكتر من اللي المفروض يتعمل. هتبقى تدي جرعه زياده. يعني قصدي كابداع لا يعني هي حرفي اللي بتعمله ده حرفي. هي اللعيب بتاع وسط الملعب اللي بيسلم ويستلم مش هرقص. حرفي جدا. اقول لك انا خطا عشان الطمع اللي انت بتقوله ده طمع هايل في الشغلانه يعني. انا في كتاب ما قدرتش اكمله بسبب الطمع ده. جالي دور شيطان. بص ما بتضحكوا ازاي. صدقت الكتاب لحد تاني. جالي دور شيطان فعملته من منطقه شيطان فعلا. فضغطت على حنجرتي بشكل مش طبيعي لان انا متخيل ان هو هيقول جملتين. فانا عملت الشيطان بقى طلع فيه 400 صفحه شيطان جايين يتكلموا. فبدات ابقى في نص الكتاب شيطان في البدايه. في نص الكتاب مش قادر اضغط على الحته دي تاني عشان الحته دي خلاص بدات تبوظ. هو قالها من منطقه فرعون محمد لطفي يعني رحت في حته قويه جدا. فما كانش ينفع اكمل. فهي الحقيقه يعني هي صح في الكتب الصوتيه عشان بتطول معانا. ناكل عيش بس. ده حقيقي ده حقيقي. حاجه تانية نسمع. علامات الإعجاب في عيون من تتوق إلى محادثتهن من الفتيات. هل تذكر آسيا؟ غادة الكلية وفاتنة القلوب فيها ذلك الحين. كانت هجينا تونسيا فرنسيا، حسناء بشكل لم تألفه، وأنت من يأسرك الجمال ويسبي روحك. وقد كانت معك في الفصل ذاته، وقد وجدت نفسك تنساق معها وتنسى ذاتك فتفتح لها قلبك وتتقرب إليها. وكان أن استلطف التون والأفلات يعني مش أقوى حاجة. خد خطه ومشي عليه قوي. يعني هو حاول يعتمد على طبقة. من عندي دي حلوة فأنا مسك طبقة وقال لك هو ده. بس أفلاته عنيفة جدا. حادة يعني. وبعدين عارف أنا الصوت في الأوديو بوكس على وجه الخصوص بتخيله صورة. يعني أنا حسيته شخص اللي هو بيوسع كده وسع كده. انا هقول الكلام وسع كده حاسب كيرع. اللي هو انا مسكت الحكايه دي وبصرف النظر عن النص ماليش دعوه. مش دعوه النص بيقول ايه. انا مش هعتقل. انا هقول النص كله من نفس الحته علشان انا مسكتها وانا سامعها كويس. بس في استعجاب حصل هو ما استعجبش ولا حاجه. انا بقول لك فاتنه الكليه يعني ما بتعرفش تعكس. لا هو انا انشف من كده. ما هو ده هو ده اللي انا اقصده بقى. ايوه ناشف. لا روح مع النص. هو مش هيجي معاك بس كخامه والله كويسه جدا الحقيقه. وعلى فكره كمخارج برضه مفيش مشاكل كبيره. لا التون بس هو بس العافيه اللي هو عملها دي. طب في هاكس مثلا ليها علاقه بالمزيكا والحاجه اللي انت سمعتها دي، هل ينفع يتجوزوا بعض؟ في ايه يعني دلوقتي الكتب اللي انت سمعتها دي المزيكا ينفع تتجوزها؟ يعني ممكن تحط له مزيكا باك جراوند عاديه.
ما هو باك جراوند عاديه. بص هو هي المشكله ان انتوا كتب، فالكتب كتب لا، انما اذا مسرحيه، اذا قصه، اذا تحول هو العمل درامي يعني لو فيها مشاهد ممكن ممكن غير كده هبقى يعني فاهم، بحط لك مزيكا ورا اللي زي بتاعت اكتب اليك من باريس وبتاع يعني فاهم. انا مبسوط انه جاوب الاجابه دي وهو ما يعرفش صناعه الكتب ازاي، عشان في ناس كتير بتيجي تقول لنا ما تحطوا لو في مزيكا وراه كان صوته هيبقى احلى، يعني بس هو ده كتاب لا ما ينفعش احط له مزيكا. ده معلومات يعني مش بس كده، انت بتنتقل بين مشهد واخر او مسمع بقى ساعتها، يعني مسمع واخر في الكتب بسرعه غير عاديه. يعني طبعا ابني لك مشاعر امتى وامهد لك امتى بالمزيكا واحطك في المود امتى، ما فيش كده. لازم اخد الكتاب ده احوله لدراما. صحيح. لا المزيكا يعني هتعمل شغل لو الموضوع متقسم، حاجه زي بتاعت مسلسلات الراديو مثلا. ماشي. كان في نوع زمان يعني بيخلينا نقدر نعمل كتب كده، نوع كتاب اللي هي الكتابه الصوتيه. هي الكتابه اصلا بتبقى مكتوبه للصوت. اوكي. فهو موسع لك ومديك المساحه بتاعت ان هو ركب القطر وهو بيركب القطر رجليه اتزحلقت في المي، فهو بيديك هو بيديك الصوت. صحيح. وبيديك وقفات سريعه. مش الصوت بقى بتاع المي والحاجات دي، ده اسمه ساوند ديزاين طبعا. طبعا ده شريط صوت بقى، ده وجع دماغ. ده قصه تانية خالص. تتبسط هنا جدا بجد. والله انا مش متعود استرسل كتير قوي كده يعني. يعني كانوا مخوفيننا منك في الاول انك لا خالص لا الموضوع ما فيهوش قلق يعني. انا بالنسبه لي يا اما الناس يعني مسليه تتكلم معاها او لا، يعني عارف انت لما تيجي تتكلم مع حد هو في خط تاني خالص، اوكي، بتصطدم ان الكلام بيرد يعني فمفيش مبرر منه يعني. انما اذا الحوار رايح راجع وبتاع وبنتكلم في موضوع معين انا ببقى تمام يعني، ما عنديش مشاكل يعني. اوكي. بس انما انا اتبسطت جدا والله. انتوا يعني ناس زي الفل والله العظيم. سؤال كلاشيه المكسرات دول عسل والله. سؤال كلاشيه جدا جدا. شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ مش مهم، بس عايز اجابه بجد. مش مهم. اوكي، مش مهم خالص. المهم ده لو انت في ايدك حقيقة، انت ما فيش حاجه في ايدك خالص. اوكي. ولا في ايد غيرك. تسلمتها لله. ما هي ملهاش غير كده. احنا بنفتي بس. انت يعني بيجي لك تحكم لبعض الوقت في بعض الامور، انما انت ما عندكش فكره عن حاجه خالص. ولو احنا يعني اعترفنا ان احنا ما عندناش فكره عن حاجه خالص، ممكن حاجات كتير تتغير. أوكي. بس احنا الحقيقه لا، احنا كل واحد قافش انه اموره بايده. وده قصر في النظر والتفكير. حلو. طب ايه السؤال اللي عايز تساله لمصطفى؟ ايه ده؟ سؤال حاجه عظيمه والله. لا انا مبسوط بموضوع المكتبه الصوتيه ده جدا. مش مصدق ان في حد فكرت فيها ازاي، ليه دي اصلا؟ والله ليها حكايه صغيره جدا يعني. هي صدفه مع دعوه مع يعني انا كان نفسي اشتغل حاجه بعد 100 سنه من وجهه نظري انا. طبعا كل الحاجات مفيده بعد 100 سنه عادي، بس بعد 100 سنه اقول يا جماعه انا ماشي وسايب حاجات كتيره جدا تقدر تنفع الناس. فالكتب دي اكتر حاجه. العلم يعني ده اكتر حاجه. طب هنسيبها ازاي للناس يعني؟ هكتب كتب ولا هعمل ايه ولا بتاع؟ فانا كنت لسه في السؤال ما جاوبتش، بس بقعد ادعي ان يا رب جاوب، عشان انا فعلا يعني تعبان ومحتار والاعلام، وانا عايز اشتغل في الاعلام جدا، عايز اشتغل في الميديا برودكشن جدا، بس مش عارف انهي حاجه فيهم هي اللي تودينا السكه دي. فانا كنت بدرب بقى على الاداء الاذاعي مش عارف ايه وبتاع. اوكي فهمت. فجالي متدرب او متدربه اسمها فاطمه، ساعتها متدربه، دلوقتي هي صحفيه كبيره جدا. انا في ناس عايزين اعمل كتب صوتيه، وانا عندي استوديو، عندي شركه صغيره قوي في بنها، استوديو واحد صغير كده. اقول لهم بكام؟ انت طبعا سالت ايه السؤال بتاع الكتب؟ ايه الكتب الصوتيه؟ انا عارف عندي اصحاب بيشتغلوا فيها، بس لقيت الاجابه جت خلاص، يبقى هي الكتب الصوتيه. قلت لها طب ما تقعديني معاهم، علشان عايز اعمل لهم الكتب الصوتيه دي، بدل ما هم يعملوا ويكلموا بقى كل ناريتور وكل بتاع مش عارف ايه، ما تقعديني معاهم. وقد كان ده كان اول عميل اللي هو كتاب صوتي، وعملته، وعملنا ساعتها 1000 كتاب في سنه.
بس انت اصلا كنت بتدور طبعا. كنت بدور. ما هي لازم يكون فيها وراها في طرف خيط. لازم لازم يكون وبتبقى قدريه جدا. بس يعني انا اتعلمت منها ان انت عليك السؤال. يعني انت مش شرط دايما زي ما انت كنت بتقول دلوقتي ما اعرفش ابقى فين بعد 5 سنين. بس انت عليك انك تدور ويبقى عندك يقين. اسالك برضو، هو مين اللي خلاك تسال السؤال؟ ما اعرفش. لا ما اعرفش. تركيبتك طبعا. مين مسؤول عن تركيبتك برضو؟ ده حكايه كبيره قوي. ايوه ما هي الفكره. التركيبه دي ملطشه. هي الفكره يا معلم، احنا دورنا ضعيف قوي. توجه بس كده وكده مش مش تدين وحاجه. لا ده اقرار واقع. ده حقيقي طبعا. ده اقرار واقع. ده الواقع. عايز تقبله بقى وتتبسط بيه، قبله. مش عايز تبسط. وهو على فكره مريح جدا وبيعمل وقايه من 20 مرض نفسي. يعني اللي انت بتقوله ده انك مستسلم. انا بحب الباميه بغض النظر عن فوائدها. ماشي. انا بحب الباميه بالليمون حلوه لما تبقى بايته كمان، صح؟ لا ولا عادي؟ لا يعني بحس الموضوع لما تبقى بايته دي كلمه الناس بتتداولها. لا والله انا بحبها وهي فريش عادي بالليمون. ببقى لا بقى كده احنا وبالليمون وتغطس في الرز وبتاع. كده محتاجين حلقه كمان بصراحه. طيب تقول لي مين يجي هنا ان انت اتبسطت بقى فعايزه يجي؟ والله ممكن بهاء. بهاء لو جه هيتبسط. انتوا هتتبسطوا. بحب بهاء جدا. بهاء ممكن هاني عادل. ممكن بقى تبص للكاميرا وتقول الاثنين يجوا. ممكن هاني عادل كمان. لا قول الاثنين يا كذا يا كذا، حاولوا تيجوا. لا انتوا كلموهم بقى. لا انا هقترح عليك مين. هقول لك مين. هاني عادل وبهاء. حلو. وأوسو. عارف أوسو الجيتارست؟ أوسو ده مهم قوي قوي انه يجي. طبعا يعني ده مهم يعني. ايوه انا كان تايه عن بالي. أوسو ده عظيم. لا ده أوسو ده ليه دراع كبير قوي في المزيكا في البلد دي. حصل. بالذات المزيكا المختلفة. يعني ليه يعني قصة يعني. ومحمد مدحت اللي قلتنا عليه الموزع بتاع. لا محمد مدحت. تاني كريم مدحت. لا التاني كريم أسامة. وكريم أسامة طبعا. بس محمد مدحت بيعمل موسيقى تصويرية كتير قوي وكمانجاتي وبيلعب مع عمرو دياب وبتاع، وعمل مزيكة افلام ومسلسلات كتير قوي الفترة اللي فاتت. ده مهم يجي. دول في المزيكا في رأيي يعني. اوكي. السيزون اللي جاي قفل كده خلاص. لا الحمد لله خلاص قفل. لا لو قدرتوا لا لو قدرتوا والله تمشوا ورا موضوع المزيكا ده. بص المزيكا اقوى من التمثيل في التأثير. ده حقيقي كتير. أقوى اي ممثل هدفه نفسه يبقى عنده شهرة المطرب. تأثيره السريع. صحيح. تأثير يعني اصل المطرب يقدر يطربك في اي وقت. بس احنا اللي بيبقوا موجودين هنا معانا اللي ليهم تجربة صوتية مختلفة في الاساس. مش فكرة يعني مش اي ممثل. يعني عمرو وهبة كان موجود علشان تجربة لذيذ. فكرة انه مونوتون وعجب الناس. انت ازاي عرفت تستمر على مونوتون؟ انتوا الموضوع ليه علاقة بالصوت يعني. هو اصلا انت عارف البودكاست ده اسمه ايه؟ لا. ايه الصوت ده؟ بجد والله. طب انتوا جبتوني ليه؟ سؤال عشان الصوت تجارب صوتية مختلفة كتير. انت عملت ترندات بالصوت. كل ميزيكو دي ما دي بالصوت. وعلى فكره وبتاعت صباح الفل يا بيه مالك زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ بتاعت 5 سم. طبعا نفس الحكايه. انا بحب فكره الانسرتات. انا بحب فكره ان الناس بتيجي وبتكتشف اسم البودكاست في اخر الحلقه. دي مكيفاني. مش هنقول لهم. انا مش هنقول لحد. ليه في الكوبايه كده اللي انت بقالك شويه بتشرب فيها مكتوب ايه؟ ايه بوفو ستوديو. ده الشركه. ايه اللي بقى؟ ايه الصوت ده؟ دي الحلاوه دي. حبيبي حبيبي. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟